السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة تانية ثانوي، أخباركم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. طب يا أولاد، هنحل مع بعض إن شاء الله التقييمات. هنزل لك بإذن الله حل التقييمات كلها بطريقة مبسطة وبالأسلوب بتاعنا وبطريقتنا اللي إحنا بنشتغل بيها. وكمان لو في بعض الأخطاء كمان إن شاء الله نذكرها لك ونقول لك الدنيا ماشية إزاي والصح المفروض يبقى إيه. خلاص؟ ما تنساش بقى لو انت اول مره تتابعنا وفاتك كتير طبعا السنه اللي فاتت في الانتجريتد ساينس، مفيش مشكله ملحوقه. تقدر تتابعنا من الاول ان شاء الله في كيمستري تانية ثانوي، وتفعل بقى الجرس وما تنساش بقى الايه اللايك والكومنت الجميل والحاجات الحلوه دي عشان نفضل ننزل لك ان شاء الله باستمرار. يلا يا عم نقول بسم الله بسم الله. يلا اول سؤال بيقول لك ايه؟ give scientific reason for each of the following. ماشي يا عم، عايز ايه؟ بيقول لي النمبر اوف الاكسجين اتومز. بص، قال لي اكسجين اتوم يا دكتوره، صح صح. بالله عليك، هل هو قال لي مثلا عدد المولز بتاعت الاتومز؟ لا، يبقى انا لازم اجيب افوجادروز نمبر في قد كده جرام، يعني هو اداني ماس عادي، احنا بالنسبه لنا ده كلام فاضي. از توايس يعني مرتين، يبقى عدد، بص، عدد الاكسجين اتومز اللي في 32 جرام من الاكسجين توايس ضعف عدد الهيدروجين مولكيولز. هل هو قال لي النمبر اوف المولز اوف المولكيولز؟ لا، يبقى انا لازم اضرب في افوكادرو. لو انا ما ضربتش في افوكادرو يبقى حلي غلط. انتو جرام اوف الهيدروجين جاز. بص بقى يا عزيزي، هنعمل ايه؟ اول حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وناخد بس القطعه الجميله دي ونروح بيها هنا مع بعض. يلا بقى ركز معايا، ماشي يا مستر؟ مركز اكيد يا دكتوره، ركز يا مستر. بص يا حبيب قلبي، هنعمل ايه؟ اللي هيحصل كالاتي: اول حاجه انا هجيب عدد الاكسجين اتومز في 32 جرام منه. فاكر البيراميد بتاعنا اللي احنا شغالين بيه؟ يا مستر. قلت لك ايه يا عزيزي؟ قلت لك ادي البيراميد الجميل بتاعنا، هنا عدد المولات، هنا ماس، هنا مولر ماس، وهنا النمبر اوف الاتومز اللي هي البارتيكل بقى على حسب هو عايز ايه، وهنا افوجادروز نمبر. الله على الجمال، الله على الجمال بجد. بص بقى، بص الحلاوه والدلع، ركز. هو ادالك الماس، ادي الماس اهو، الماس بكام؟ ب 32، جميل جدا. قال لك النمبر اوف الاكسجين اتومز ان 32 جرام اوف الاكسجين جاز. حبيبي، اكسجين جاز رمزه ايه؟ ده لازم تبقى انت عارفه بقى، O2 يا مستر، صح. يبقى المولر ماس بتاعت الاو 2 بكام يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر الاكسجينه الواحده مدهاني ب 16 اهي، يبقى 16 ملتبلاي 2 اللي هم كام؟ 32، يبقى اوفر 32. اذا بص، 32 اوفر 32 يعني ب 1 مول. 1 ايه يا دكتور؟ 1 مول. خلاص. بس خد بالك بقى ايه، لو انت عوضت هنا 1 مول في البيراميد على طول غلط. ليه يا مستر؟ حبيبي، مش انا في الشرح على المنصه قلت لك الاتومز والايونز لازم اشتغل نورمال اب نورمال؟ طبعا. فبص هنعمل ايه؟ همسك الاو 2 واساله يا اكسجين، نعم انت عندك كام اتوم؟ قال لي انا عندي 2، يعني ال1 مول من الاكسجين عنده 2 مول من الاتومز. حصل ولا ما حصلش؟ تقول لي حصل. طيب الحاجه الثانيه بقى، مش احنا جبنا عدد المولات اللي موجوده في 32 جرام دول ب 1 مول؟ طب ال1 مول بقى يا عم اكسجين يبقى فيه كام اتوم؟ واعمل كروس مالتيبلاي، هيطلع ب 2 برضه. لذلك لو انت عوضت هنا بالنمبر اوف مول على طول غلط. امتى نعوض؟ لو كان مولكيول بس. اتوم ايونز لازم نشتغل نورمال اب نورمال، وانا قلت لك الكلام ده في الشرح على المنصه. خلاص. طيب، فهنا بص احنا طلعنا 2 ملتبلاي 1 يبقى 2 ملتبلاي 1 اوفر 1. معناها يا مستر انا عندي 2 مولز اوف الاتومز، كده معايا 2 مول اتومز، يبقى النمبر اوف مول بكام؟ ب 2. يبقى نقول 2 ملتبلاي افوجادروز. طلع بكام؟ ب 2 افوجادرو. يبقى هنا معايا ايه؟ 2 افوجادرو، ايا كان الرقم بقى. يلا نحسب الثانيه. قال لي توايس النمبر اوف الهيدروجين مولكيولز. يعني ايه هيدروجين مولكيولز؟ H2. خد بالك هو عايز مولكيولز في 2 جرام من الهيدروجين. مولكيولز يا مستر، انا هعوض على طول في البيراميد. هعوض على طول في البيراميد، مش هو مديني الماس؟ هقول له الماس بكام؟ ب 2. طب الهيدروجين مولكيول المولر ماس بتاعته بكام؟ الهيدروجين الواحده ب 1 ملتبلاي 2 يطلع ب 2، يبقى 2 اوفر 2. 2 اوفر 2 ب 1 مولكيول، هنا 1 بقى صح مش غلط، هتعوض على طول. 1 ملتبلاي افوجادرو. اذا بص، الاكسجين اتومز طلع عددهم 2 افوجادرو. طب الهيدروجين، ادي الهيدروجين مولكيول بقى، الهيدروجين مولكيول هيطلع عددهم ايه؟ عدد المولات 1 ملتبلاي افوجادرو. خلاص. يبقى بص ادي 1 ملتبلاي افوجادرو يطلع افوجادرو، يبقى افوجادرو نمبر اهو، افوجادروس نمبر. والله العظيم انت لو حليت كده خلاص اصلا انت كده وصلت للي هو عايزه.
فهنقول له ايه؟ هنقول له يا دكتور ان النمبر اوف الاكسجين اتومز ايكوال الرقم ده بقى 2 ملتبلاي 6.02 تايمز 10 باور 23، وايل ان النمبر اوف الهيدروجين مولكيولز ايكوال اللي هو افوجادروز نمبر، سو ان الاكسجين اتومز دبل او توايس الايه؟ الهيدروجين مولكيولز. كده خلصنا. دي كده فكره اول سؤال. اي نعم خد وقت بس ان شاء الله تكون فهمته واستوعبته كويس. يلا بينا على اللي بعده. سؤالنا الثاني يا هندسه بيقول لك ايه؟ بعد ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لي النمبر اوف الاناينز از هاف النمبر اوف الكاتاينز ان اتش ومول اوف الصوديوم سلفيت. ماشي، تعالى كده واحده واحده. انت بتكلمني كاتاين اناين يعني ايونز، صح ولا انا غلطان؟ صح. تعالى نشتغلها ايونز. نمسك بس الايه؟ الصيغه دي خلاص بقى، نشيل دي خلاص، مش عايزينها كده، احنا ضيعناها كلها، مش مشكله. نروح نجيبها تاني وماله اهو يا عم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو، جميل قوي جدا. بص بقى بيقول لك ايه؟ النمبر اوف الكاتاينز، عدد النمبر اوف الاناينز، عدد الاناينز از هاف النمبر اوف الكاتاينز، كاتاين بوزيتيف اناين نيجاتيف، ماشي ماشي، ان اتش 1 مول اوف الصوديوم سلفيت. يلا يا عم نكتب كيميكال فورميولا. صوديوم ان ايه يا مستر؟ بوزيتيف 1، سلفيت اس او 4 يا مستر نيجاتيف 2. قلت لك معاك الراديكالز، بص عليها وانت بتحل، خلاص من التكرارات والله هتحفظ. هنا النمبر كام؟ 1 ينزل بدون ساين. هنا النمبر كام؟ 2. الرقمين زي بعض؟ لا، ده يتزحلق يجي هنا، ده يتزحلق يجي هنا. اذا الصوديوم كام مره؟ مره، يبقى ان اي 2. السلفيت كام مره؟ واحده، يبقى اس او 4. بص اصلا ايه يا مستر؟ واحنا بنكتب يا اولاد اصلا الكيميكال فورميولا ظهر عندي ان عدد الكاتاينز 2 وعدد الاناينز 1. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنت انا بقول لك كده، ادي ان اي 2 اس او 4، افصل كاتاين اناين. الكاتاين كام واحده؟ 2. الاناين كام واحده؟ اوعى تقول لي 4 ازعل منك. ليه يا حبيبي؟ اس او 4 كلها على بعضها اتوميك جروب، حاجه واحده. حد يقول لي طب ما هو يا مستر ان ايه؟ يلا الصوديوم ان اسمه ان ايه، هو السيمبل بتاعه ان ايه، مش ان بس، لان الان ده نيتروجين، فعشان نفرقه عن بعض فقلنا الصوديوم ان ايه، لان هو اسمه اصلا باللاتيني ناتريوم مش صوديوم. خلاص. الشاهد ده اليمنت يا حبيب قلبي، انما دي اتوميك جروب، ده اتوم وده اتوم، ده اسمها اتوميك جروب. فاذا عدد الاناينز كام؟ هو 1. فبص الكاتاين دبل الاناين. ليه؟ لان نقول له كده لان اتش كل 1 مول اوف الصوديوم سلفيت contains 2 moles of الصوديوم ion and 1 mole of السلفيت ion. شكرا. والصوديوم اسمه كاتاين، وان السلفيت النيجاتيف اسمه اناين. خلاص، هو عايزك تقول له كده ان كل واحد مول بيحتوي على 2 مول صوديوم ايون و1 مول سلفيت ايون. شكرا يا معلم، كده انت اديت ووفيت وامورك زي الفل. خلاص، يا رب تكون وضحت. تعالى بقى نشيل الكلام ده عشان نجهز للي بعده، ما احنا خلاص بقى فهمنا اللعبه. نمبر 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفوليوم اوف 4 جرام من الهيدروجين جاز ايكوال للفوليوم اوف 32 جرام من الاكسجين اتوم. عادي يا عم، تعالى نيجي هنا ونشتغل عادي خالص ولا اي حاجه خالص. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال لي فوليوم ل 4 جرام من مين يا مستر؟ 4 جرام من الهيدروجين جاز. هيدروجين جاز يعني اتش 2 ايكوال للفوليوم اوف قد كده جرام من اكسجين اتوم. خد بالك قال لك اكسجين اتوم او واحده، اوعى تقول او 2 غلط، او واحده، هو قال لك اتوم. طب ما يلا تعالى نمسك الماس دي نحولها لفوليوم، ونمسك الماس دي نحولها لفوليوم. اهو ادي يا مستر البيراميد الجميل بتاع الماس والفوليوم. قلنا هنا ماس، هنا مولر ماس، هنا نمبر اوف مول، هنا فوليوم اوف الجاز، وهنا 22.4 لتر. بنشتغل بيها على طول، احنا دايما بنشتغل الستاندرد الا لو قال لك ار تي بي. طب يلا بص هنعمل ايه. اولا 4 جرام من الهيدروجين جاز، فهنقول له كده الماس ب 4 اوفر الهيدروجين جاز اللي هو اتش 2، المولر ماس بتاعته بايه؟ 1 ملتبلاي 2 اللي هي 2. ف 4 اوفر 2 طلع بكام؟ ب 2. 2 ملتبلاي 22.4 يبقى الفوليوم اوف الهيدروجين جاز ايكوال 2 ملتبلاي 22.4 لتر، يعني 44.8 لتر. ماشي، يعني من الاخر عدد المولات طلع بكام؟ باتنين. ما هو لو نفس عدد المولات يبقى نفس الفوليوم. ما احنا اصلا هو ده افوجادرو بوستيوليت، وهو ده فكره السؤال. هو فكره السؤال عايزك تطلع ان ده 2 مول وده برضه 2 مول، فاهم؟ طب يلا نشتغل التاني، يلا نغير اللون.
قال لي ان الاكسجين اتوم، بص الاكسجين الواحده بكام؟ ب 32، دي الماس بتاعتها اوفر. هنا بقى اكسجين مولكيول ولا اكسجين اتوم؟ اكسجين اتوم طبعا. فالاكسجين اتوم الواحده الماس بتاعتها ب 16، 32 اوفر 16 طلع بالله عليك بكام؟ ب 2، يعني 2 مول. اذا 2 مول هنضربهم في مين؟ في 22.4 لتر، برضه يطلع نفس الفوليوم بالظبط. خلاص. يبقى بقى بص الفكره فين، هنقول له كده ليه فوليوم 4 جرام عنده نفس فوليوم الكلام ده؟ هقول له بيكوز ان النمبر اوف المولز اوف الهيدروجين جاز equal to mole and the number of المولز of الاكسجين اتومز اللي هي في 32 جرام يعني equal 2 مولز. وبما ان النمبر of المولز are equal، ده معناها ان ليهم السيم فوليوم according to طبقا افوجادرو postulate. بص واحده واحده يا مستر. اولا انت اثبتت ان ال 4 جرام من الهيدروجين ب 2 مول، واثبتت ان ال 32 جرام من الاكسجين اتوم ب 2 مول. الله، طالما النمبر اوف المولز متساوي اذا يبقى عندهم نفس النمبر اوف الايه؟ اوف المولكيولز، وبالتالي هيكونوا نفس الفوليوم. بس هنا ما ربطهاش مولكيولز بقى، هو قال لك نفس الفوليوم، فنفس الفوليوم طبعا لان عدد المولات 2 لده ولده، يبقى 2 ملتبلاي 22 يطلع نفس الفوليوم بالظبط. فهمنا؟ يبقى فكره السؤال ان انت تقول له ان ليهم نفس عدد المولات وشكرا. يا رب تكون وضحت واتفهم. طيب عظيم قوي، احنا كده حلينا السؤال الاول والثاني والثالث. يلا يا عم نشوف السؤال الرابع. بيقول لك ايه؟ المولر ماس varies from one substance to another. طبعا لازم تختلف من ماده للثانيه. ليه؟ اول حاجه لو انا جيت قلت لك مثلا HCl NaOH، حلو الكلام حلو الكلام، هل السبستانس دي والسبستانس دي نفس نوع الاتومز؟ لا. طب نفس النمبر؟ لا. هقول له خلاص بيكوز ان هيكونوا ايه؟ ديفرز، مختلفين ان التايب اند النمبر اوف الاتومز. لا هم نفس النوع ولا هم حتى كمان نفس الايه؟ نفس النمبر، لا نفس النوع ولا نفس عدد الاتومز. ازاي يطلعوا نفس الماس؟ لازم تبقى فاري طبعا. فنقدر كمان نقول ان هم هيكونوا مختلفين في الايه بقى؟ في الموليكيولار فورمولا. يعني الموليكيولار فورمولا هنا غير هنا. خلاص. فطالما الموليكيولار فورمولا اختلفت معناها ان النمبر اوف او التايبز اوف الاتومز مختلف، وكمان التايب اوف الاتوم، التايب والنمبر. طب ما هو كل اتوم من دي ليها ايه؟ ليها اتوميك ماسز، فبالتالي يكونوا مالهم مختلفين. فدي كده فكره الايه؟ السؤال نمبر 4، اسف، السؤال نمبر 4 اللي احنا حليناه. ماشي، يلا نمبر 5. بيقول لك المولر فوليوم. يعني ايه مولر فوليوم؟ يعني الفوليوم ل 1 مول، ده معنى مولر فوليوم اوف الصوديوم كلورايد NaCl is not equal to 22.4 لتر الاس تي بي. يبقى خد بالك هو بيقول لك مولر فوليوم للصوديوم كلورايد مش بالرقم ده. ليه؟ اقول له والله يا دكتور عشان خاطر اللي انت بتتكلم عليه ده عباره عن solid substance. طب ايه المشكله؟ لا يا حبيبي ده مشكله ومشكله. ليه بقى؟ احنا قلنا اصلا ان المولر فوليوم هو ليه علاقه بالجازز، الجازز وليس السوليد سبستانس. يبقى لما يقول لي ان المولر فوليوم بتاع الصوديوم كلورايد نوت ايكوال الرقم ده، اقول له بيكوز ان الصوديوم كلورايد از ا سوليد سبستانس بات المولر فوليوم ده لايه؟ للجازز. خلاص. والجازز في حاجتين، يا اما في الاس تي بي يا اما في الار تي بي. طيب يلا نمبر 6. المولر فوليوم للهيدروجين and الاكسجين gases under the same conditions of the pressure and temperature is equal despite the difference in their molar masses. صح. مولر فوليوم هيكون equal مظبوط. ليه؟ ده according to Avogadro's postulate. يبقى according to Avogadro's postulate. ازاي؟ فتكتب له بقى نص الايه؟ نص اللي هو دكتور. يعني ايه؟ هتقول له كده ان هو قال ايه؟ قال لك السيم فوليوم اوف الديفرنت جازز ات الاس تي بي، يعني نفس الكونديشنز من التمبريتشر والبريشر، كونتين ذا سيم نمبر اوف المولكيولز. ومعنى ان هم عندهم نفس عدد المولكيولز يعني عندهم نفس عدد المولات بالظبط. خلاص. فلما يقول لي مولر فوليوم لتو ديفرنت جازز في نفس الكونديشن ومن التمبريتشر عندهم نفس الفوليوم،
او المولر فوليوم ليهم هو واحد. هقول له ليه؟ عشان ده طبقا لافوجادروس بوستيوليت. فطالما عندي ايكوال فوليومز من تو ديفرنت جازز، فبالتالي ان هم عندهم نفس النمبر اوف الموليكيولز، يعني نفس النمبر اوف الايه؟ اوف المولز. تمام كده؟ يبقى نقول له كده بقى العلاقه ليها ايه؟ ليها يا دكتور علاقه بالمول. فانا اقول له النمبر اوف المول، النمبر اوف المولز فور اتش بيكون ماله؟ بيكون ايكوال. عدد المولات لكل واحد منهم بيكون متساوي، وشكرا. ولازم تقول لي طبعا ايه؟ افوجادرو بوستيوليت. السؤال اللي بعده بيقول لك equal volumes of الاكسجين and الاوزون gases contain different number of الاكسجين atoms. يعني يا دكتور انا عندي حجوم متساويه من two different gases بيحتوي على different number of الاكسجين atoms. الكلام ده غلط. ليه بقى؟ هنقول يا دكتور ان الايكوالز فوليوم اوف الاكسجين او في الاكسجين and الاوزون دول different gases contain different number of الاكسجين atoms. لان اولا بص، انت عندك الاكسجين O2، طب الاوزون O3. بس هو طبقا لافوجادرو بوستيوليت قال لي هل ليهم نفس عدد الاتومز؟ لا، هو قال لك ليهم نفس عدد الموليكيولز. طالما ايكوال فوليوم يبقى ليهم نفس عدد الموليكيولز. خلاص. انما عدد الاتومز لا طبعا. طب احنا نرد نقول ايه؟ هنقول له كده يا عزيزي according to افوجادرو بوستيوليت ماله يا دكتور؟ هنقول له كده الايكوال فوليومز، نقول له نص اللو الايكوال فوليومز اوف الديفرنت جازز at same condition contains the same number of الموليكيولز. عندهم نفس عدد الموليكيولز، يعني نفس النمبر اوف مول. but الاكسجين gas composed of two oxygen atoms while الاوزون gas composed of 3 oxygen ايه؟ atoms. لان الاكسجين O2 والاوزون O3 بس كده يا معلم. فلذلك بقى هو بيقول لك ايه؟ بص فكره السؤال اصلا كان بيقول لك ايه؟ give scientific reason. الساينتفك ريزون ليه؟ اقول له والله عشان الاكسجين بيتكون من 2 اتومز والاوزون بيتكون من 3 اتومز، انما البوستوليت كان بيتكلم على المولكيولز، نفس عدد المولكيولز، نفس عدد المولكيولز وليس عدد الاتومز. فهمنا اللعبه؟ واضح؟ يا رب تكون وضحت. طيب تعالى كده واحده واحده وعلى هادي يا زبادي. بيقول لك ايه؟ if you know that ان الفوسفورس اللي هو البي يا اولاد in its vapor state is tetra atomic. فعلا المعلومه دي صح، وانا هزود لك عليها كمان. مش هي دي بس، ايه هي؟ بص يا معلم، الفوسفورس يا اولاد وهو سوليد بيكون بي واحده بس، انما الفوسفورس وهو فيبر بيكون بي 4، اربعه مع بعض. يعني كل اربعه ايه؟ اتومز بيكونوا مع بعض كده ايه؟ بيتحدوا مع بعض وهو في الفيبر ستيت وهو في الفيبر ستيت. طب وهو في السوليد بتكون واحده بس. فالفوسفور في السوليد ستيت ذره واحده، طب في الفيبر ستيت اربع ذرات مع بعض. فهو بيكلمني على الاربعه. بيقول لي if you know that ان الفوسفورس ان الفيبر ستيت تترا اتوميك calculate the number of الفوسفورس atoms in 30 جرام of الفوسفورس in its vapor state. هقول له عينيا. مش انت مديني الماس؟ بص ماس، وعايز النمبر اوف مين؟ النمبر اوف الاتومز. طالما نمبر اوف اتومز بس يبقى انا هجيب افوجادرو. طب ما خلاص يلا نشتغل كده اهو. ادي يا مستر، هنا نمبر اوف مول، هنا ماس، هنا مولر ماس، هنا النمبر اوف الاتومز، وهنا افوجادروز نمبر. بص بقى بمنتهى الهدوء، الماس بكام اداني؟ ب 30. طب بص اللعبه فين؟ الفوسفور في الفيبر ستيت، اوعى تقول لي ان الاتوميك ماس بتاعته ب 30. غلط، اللي هي المولر ماس غلط. امال ده هيكون بي 4. هي دي اللعبه، عشان هو قال لك تترا اتوميك. فبص المولر ماس 30 ملتبلاي 4 بس كده. والله العظيم دي فكره السؤال. فانا هقول له كده 30 اوفر 30 ملتبلاي 4 طلعوا بكام؟ ب 1 اوفر 4 بكوارتر يعني. يبقى عدد المولات كوارتر. عدد المولات ايه يا دكتور؟ كوارتر. طيب جبنا عدد المولات، هنعمله ايه بقى؟ المفروض نضربه في افوجادرو. فبص بقى احنا اللي احنا عملناه ده، جبنا عدد مولات مين؟ الفوسفورس. بس ركز، ايه دي؟ اتومز. احنا قلنا اتومز او ايونز لازم اشتغل خطوه على جنب. ايه الخطوه؟ اهو همسك الفوسفور وهو سوليد والفوسفور وهو ايه؟ فيبر. يا فوسفورس انت دلوقتي المول منك وانت سوليد في كام مول وانت فيبر؟ قال لي في 4 في النورمال. ما احنا قلنا بيكون تترا اتوميك. طب لو انا معايا لو سمحت ربع مول، ممكن تقول لي يبقى فيهم قد ايه؟ كام مول اتومز؟
ونعمل كروس مالتبلاي. فهمت اللعبه؟ بص يا حبيب قلبي، عود نفسك طالما اتومز ايونز لازم تشتغل خطوه نورمال اب نورمال، لازم. لو اشتغلت على طول وكتبت الكوارتر في الرقم ده غلط، والله غلط. لازم يكون مولكيول بس. ما انا بقول لك، انا اللي عامل البيراميد ده وانا عارف بيشتغل ازاي. خلاص، فركز معايا. انت الفوسفورس وهو سوليد لو حولناه لفيبر بيبقى كام اتوم؟ والله هنا المول الواحد في 4. طب لو انا معايا ربع يبقى فيه قد ايه؟ يبقى 4 ملتبلاي ايه كوارتر يطلع ب 1. 4 ملتبلاي 1 اوفر 4. بحب اتاكد مع ان انا عارفها بس اتاكد برضه. هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1. يبقى 1 مول اوف الاتومز. كده معايا مول اتومز اضربه في افوجادرو. اذا النمبر اوف الاتومز ايكوال افوجادروس نمبر. وبس يا معلم. الله على الجمال. وضحت؟ يا رب تكون وضحت وتفهم. طيب يلا يا عم اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا دكتور which of the following balloons الاثنين اللي قدامك دول contain oxygen gas and which contain hydrogen gas given that ان الويت اوف الجاز in each بقد كده. يعني من الاخر هو مديني الماس. حلو وعايز فوليوم. اقول له خلصانه. خلصانه يا هندسه. اشمعنى؟ اولا انت قلت H2 جاز فده مولكيول، قلت اكسجين جاز فده مولكيول، فاحنا هنشتغل مولكيول يعني النمبر اوف مول اللي هيطلع هنحل بيه على طول. طب القاعده عندنا بتقول الماس على المولر ماس، يبقى انا معايا النمبر اوف مول اضربه في كام؟ في 22.4 لتر، يبقى انا جبت الفوليوم. خلاص، ده اللي انا هعمله. همسك الماس بتاعت الاول ب 3.2 على مولر ماس الهيدروجين مثلا. هيدروجين H2 يعني 1 ملتبلاي 2 ب 2 يبقى اوفر 2. خلاص، تعالى نحسبها كده الاول ونجيب الفوليوم مره واحده. 3.2 اوفر 2 طلع ب 1.6 ملتبلاي 22.4 لتر، طلع ب 35.84. يبقى فوليوم الهيدروجين 35.84 لتر. طب يلا كده نحسب فوليوم الاكسجين. الاكسجين الO2 المولر ماس بتاعته 16 ملتبلاي 2 يبقى برضو نفس الرقم ده بس اوفر كام؟ اوفر 32. ما هو 16 ملتبلاي 2 دي ب 32. فانا هقول له اهو 3.2 اوفر 32 طلع ب 0.1 ملتبلاي 22.4 هيطلع ب 2.24 لتر. واحد ب 35 لتر والتاني ب 2 لتر. خلاص، مين التاني ده اللي هو الاكسجين؟ مين الاول ده؟ الهيدروجين. يبقى الهيدروجين هو اللي الفوليوم بتاعه اكبر، الاكسجين ده الصغير. بس كده، هو ده اللي هو عايزه. بس هو قام قال لي في الاخر ايه؟ اند واي. ليه؟ قول له والله عشان النمبر اوف مول للهيدروجين طلع بكام؟ لو احنا حسبنا عدد مولات الهيدروجين كان طلع ب 1.6. طب وعدد مولات الاكسجين طلع ب 0.1. بص كان 32 اوفر او 3.2 اوفر 32 طلع بكام؟ 0.1 بالظبط. فعدد مولات الاكسجين صغيره قوي. ادي اهو عدد مولات الاكسجين، المول بتاع الاكسجين صغير، انما عدد مولات الاكسجين ماله كبير. فعشان كده فوليوم الهيدروجين كبير، عدد مولات الهيدروجين كبير، الاكسجين صغير. فاللعبه ايه؟ لعبه عدد مولات. نقول له كده بيكوز ان النمبر اوف المولز اوف H2 equal 1.6 مول while ان النمبر اوف المولز اوف الO2 ب 0.1 مول. خلاص، يبقى مين اكبر فوليوم؟ ما هو كل ما بيزيد عدد المولات كل ما بيزيد الفوليوم. دايركت بروبورشنال. طيب يلا اللي بعده. يلا يا دكتور. بيقول لك ايه؟ calculate الماس اوف each of the following. عايز نحسب الماس. حاضر. قد كده يونتس اوف السيلفر فوسفيت. طيب يا عزيزي، هل انت حددت نوع اليونتس؟ ما حددتش نوع اليونتس. طب ما انت لازم تقول لي انت عايزها اتومز ولا ايونز ولا موليكيولز. لازم طبعا. ليه؟ لان انا هشتغلها لك ايه؟ انت لازم تقول لي نوع اليونتس ايه. فاحنا هنشتغلها موليكيول على اساس ان ايه؟ يعني فورمولا يونت، يعني خلاص وحده صيغه، ففورمولا يونت يبقى موليكيول. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، اولا لازم نعرف مين هو السيلفر فوسفيت. ليه؟ حبيبي هو عايز ماس ومديني نمبر اوف يونتس. حصل ولا ما حصلش؟ تقول لي حصل. بص بقى ركز معايا. لما اهو ادي البيراميد بتاعنا اهو، ادي النمبر اوف مول، هنا النمبر اوف اليونتس، يبقى انا هاخد النمبر اوف يونتس هعمل له ديفايد افوجادروز. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. اول ما ادوس ايكوال انا معايا النمبر اوف مول، هعمله ملتبلاي المولر ماس. فانا محتاج اصلا اعرف مولر ماس مين. قال لي سيلفر فوسفيت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فوسفيت. بص بقى، السيلفر يا حبيبي Ag بوزيتيف 1 هتلاقيه عندك في التيبل بتاع الراديكالز في البوكلت موجود. طب والفوسفيت BO4 نيجاتيف 3 يا مستر. الرقم 1 الرقم 3 بدون اي ساين. الرقمين
يحصل لهم ايه؟ ده يتزحلق يجي هنا، ده يتزحلق يجي هنا، ما ينفعش سمبليفاي خلاص. يبقى السيلفر كام مره؟ 3 اي جي 3. طب الفوسفيت اتوميك جروب مره واحده مفيش براكت، يبقى بي او 4 بس كده. عايز بقى نحسب المولر ماس. بص ركز معايا، انا كنت بقول لك كده عشان الناس اللي لسه مش بتعرف تحسب المولر ماس. ما ينفعش يا قلبي والله، المسائل كلها فيها مولر ماس. فبص قلت لك افصل نوع 2 3 انواع. السيلفر كام واحده؟ 3. هتقولي 3 سيلفر بلس، انت كده بنجيب المولر ماس. كام فوسفوره؟ واحده بس اهو بي بلس. كام اكسجين؟ 4. 4 اكسجين. كل اللي هتعمله تشيل الاليمنت وتحط الفاليو بتاعته بس كده. بص هو اداك الاتوميك ماسز اهو، السيلفر 108 والفوسفور 30 و16. حاضر، يبقى نقول له كده 3 ملتبلاي 108 براكتس بلس 30 بلس. هو الفوسفورس المفروض 31، عملوا لي 30 عشان السلفر 32 صح كده؟ المفروض 31. عامة مش مشكلة عادي، طالما هو جابها لي 30 هشتغلها 30 مفيش مشكلة، الرقم اللي جايبه هشتغل بيه. ملتبلاي 4 ملتبلاي 16. خلاص 4 ملتبلاي 16. يلا نحسب كده. 4 في 16 ب 64. 64 بلس 30 بلس 108 ملتبلاي 3 بس ما بين تو براكتس، يطلع المولر ماس 418 جرام بر مول. كده يا قلبي انا معايا المولر ماس الحمد لله. بص اللي هعمله ايه بمنتهى الشياكه، هجيب النمبر اوف يونتس اقسمه على افوجادرو وادوس ايكوال، اللي يطلع اضربه في الرقم ده يبقى انا حليت خلاص. طب يلا النمبر اوف الايه دي، النمبر اوف اليونتس، فهنكتبها فوق 1.505 تايمز 10 باور 23 بوزيتيف اوفر 6.02 تايمز 10 باور 23. ادوس ايكوال، بسم الله طلع ايه؟ كوارتر. عينيا خلاص. الكوارتر اللي طلع ده هضربه في الرقم ده، نقول ملتبلاي 418. طلعت الماس يا دكتوره ب 104.5 جرام، هي دي الماس اللي هو عايزها. خلاص يبقى الماس الاولانيه هنا اللي هو عايز الماس بتاعت السيلفر فوسفيت هنقول له ب 104.5 جرام، ودي اجابه السؤال الاول. يلا اللي بعده. بيقول لي 11 لتر من السلفر دايوكسيد جاز. سهله قوي، ايه نفس يا مستر البيراميد، بس خد بالك يا قلبي، بدل ما هنشتغل نمبر اوف يونتس وافوجادرو، لا مش هو مديني لتر، هنشيل دي ونشيل ده. حلو الكلام، حلو الكلام. ونكتب ايه؟ نكتب الفوليوم مكانه. ما هو بص هو ده اللي بيتغير، بس ادي الفوليوم هنا اهو، وتحت هنا 22.4 لتر بس، وكل حاجه زي ما هي، وادي الماس اللي هو عايزها، دي الماس اللي هو عايزها. يبقى انا اول حاجه همسك الفوليوم هعمل له ديفايد 22.4 واضرب في المولر ماس. يبقى بص التريكس كلها ان انا احسب مولر ماس هنا. طب يلا نحسب السلفر بكام؟ ب 32 بلس الاكسجين الواحده ب 16 بس تايمز 2 يا دكتور، يبقى 32 بلس 32 هتطلع كده 32 بلس 32 تطلع كام؟ 64. يبقى المولر ماس جبناها هنا اهو 64 للسلفر دايوكسيد، دي المولر ماس بتاعته. طب احنا كده حلينا ليه بقى؟ ما هو قال لك 11.2 لتر من السلفر دايوكسيد، يبقى الفوليوم هنا ب 11.2. فهنقول له بقى 11.2 اوفر 22.4 ده كده النمبر اوف مول، يبقى 11.2 اوفر 22.4 طلع بنص. النص نضربه في 64 يطلع 32 جرامز. اذا الرايت تشويس هنا 32 جرامز من السلفر داي اوكسيد بس يا معلم. هي دي الفكره بالظبط. يلا اللي بعده. بيقول لك هاف مول من السلفر ان اتس فيبر ستيت. ايوه اهي، بص هي دي الحاجه الثانيه اللي انا كنت عايز اقول لك عليها. بص بقى ركز معايا في الحته دي قوي. ايه هي؟ اولا يا دكتور عندنا تو اليمنت، الفوسفورس والسلفر. الاثنين دول يا اولاد في النورمال ستيت، في النورمال كونديشن بيكونوا يعني في الاس تي بي او في الار تي بي بيكونوا مالهم؟ بيكونوا سوليد. انما يا دكتور لما بنسخنهم وبيتحولوا لفيبر، الفوسفورس بيكون كل 4 اتومز بيتحدوا مع بعض فبيكون بي 4، بيتحول لبي 4. السلفر لما بيتحول للفيبر بيتحول لاس 8، 8 سلفر. فدي المعلومه. اولا المعلومه دي هي كانت موجوده بس انا ما جبتلها لكش في البوكلت على اساس ما كانتش موجود زيها في الكتاب، بس خلاص ذكروها اديك عرفتها. وكده كده هو حتى لو انت مش عارفها، بص بيقول لك ايه؟ نص مول من السلفر ان اتس فيبر ستيت knowing that each molecule. اهو قال لك اهو غششك، لو انت عرفت ان كل مولكيول من السلفر ان اتس فيبر ستيت بيتكون من 8 اتومز بس. يعني هتقول لي اس 8 بس كده. يعني من الاخر بيقول لك انا عايز اعرف نص مول من السلفر في الاس 8 في قد ايه بس كده، هو ده السؤال. فهمتني؟ يبقى هو عايز نص مول من السلفر. فهنقول له كده بقى، ركز معايا يا مستر. بعد ما عرفنا المعلومه اللي هنا دي هنقول له بص شفت السلفر هنشتغله هنا وهو سوليد وهنا وهو فيبر. كل واحد سوليد بيتحول لفيبر بيبقى فيه 8. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتقول لي مظبوط. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الماس اصلا.
هو عايز الماس لنص مول. فبص هنعمل ايه بمنتهى البساطه، هشتغل دي ماس مش مول. يعني نشتغل دي ماس عشان هو عايز ماس، ودي نشتغلها مول. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد مول في النورمال وهو سوليد، لما بيتحول لفيبر بيكون ب 8 مولز، بس 8 مولز مالتبلاي المولر ماس. ليه؟ انا عايز ماس. ما هو الماس ايكوال النمبر اوف مول في المولر ماس. النمبر اوف مول ب 8، احنا قلنا هيبقى 8 سلفر اس 8. خلاص اس 8 ف 8 مالتبلاي كام؟ 32. فين ال 32 اهي اللي هي المولر ماس بتاعته، الاتوميك ماس بتاعه اسف. يبقى 8 مالتبلاي 32. ببص تاني ركز معايا يا مستر اهو، هعيدها تاني ركز. انا معايا دلوقتي السلفر وهو سوليد، لما بيتحول لسلفر فيبر المول الواحد فيه كام مول في النورمال؟ 8. بس انا مش عايز مول، لا، انا عايز احوله لماس. يبقى انا عايز اشوف فيها ماس قد ايه. طب ما هو الماس بتاعته برضه هيبقى 8 مول مالتبلاي المولر ماس، المولر ماس ب 32. يبقى ده كده في النورمال. طب الاب نورمال هو قال لي نص مول، قال لي ايه نص مول، عايز اعرف فيهم قد ايه ماس. طب لو سمحت النص مول بقى يبقى فيه قد ايه ماس؟ ولازم تستأذن يعني لو سمحت لازم تقول كده وانت بتحل، وكلم نفسك عادي. يبقى نص ملتبلاي 8 ملتبلاي 32 كام يا مستر؟ يطلع 128 جرامز. بس كده المفروض دي الماس بتاعته. فهمتني يا صديقي؟ يا رب تكون الامور وضحت. عظيم قوي، ده كمان خلصناه. اللي بعده مول اوف الهيدريتد صوديوم سلفيت. يعني ايه هيدريتد صوديوم سلفيت؟ يعني صوديوم سلفيت عادي جدا جنبه ميه. خلاص. knowing that each 1 mole of الهيدريتد صوديوم سلفيت consists of 1 مول من الصوديوم سلفيت مع بايند مع 7 مولز من الووتر. والله بيغششك يا عم، وهو عايز الماس. ايه الدلع ده يا جماعه؟ مدلعك يا عم. بص بيقول لك ايه، ركز. صوديوم سلفيت يا مستر، الصوديوم Na بوزيتيف 1، سلفيت SO4 نيجاتيف 2. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرقم 1 هنا الرقم 2. ده يتزحلق يجي هنا، ده يتزحلق يجي هنا. اذا الصوديوم بقى كام مره؟ مرتين اهو Na2. طب والاس او 4 كام مره؟ مره. يبقى مش هكتب براكت اس او 4 هو ده، بس ده مش هايدريتد. طب انا اعرف منين هايدريتد؟ ما هو مغششك يا ابني اهو. بيقول لك لو انت عرفت ان كل 1 مول من الهايدريتد صوديوم سلفيت اللي هو ده يعني في بيتكون من 1 مول من الصوديوم سلفيت اهو، ادي 1 مول متحد بايند يبقى دوت 7 مولز ميه، تقول لي 7H2O. بس كده. هو عايز ماس ده. طب ما هو مديك الايه؟ الاتوميك ماسز. هنجيب بقى المولر ماس عادي. مش هو عايز المولر كده، عايز المولر ماس. ما هي الماس بتاعته هيبقى هي المولر ماس. ليه يا حبيب قلبي؟ والله اهو، اهو يا قلبي اقسم بالله. النمبر اوف مول ماس على المولر ماس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ما هم كلهم على بعضهم 1 مول. عرفت منين ان هم 1 مول؟ ما هو بيقول لك ان الهيدريتد صوديوم سلفيت 1 مول من الصوديوم سلفيت، هنا واحد اهو مرتبط بسبعه. فكده دي الكيميكال فورمولا كلها. يبقى هو كله على بعضه كام مول؟ واحد بس. يبقى الماس النمبر اوف مول ب 1 ملتبلاي مولر ماس. يعني كده بجيب مولر ماس عاديه. يلا نجيب المولر ماس. شيل وعوض. بص بقى هنفردها الاول اليمنت زي ما انا معودتك، وبعد كده نحسب. ده نوع ده نوع ده نوع ده نوع ده نوع. عندي كام نوع كده؟ المفروض 1 2 3 4، والاكسجين متكرر مش مشكله هنعتبرهم 5. يلا نشتغل. كام صوديوم؟ 2 يبقى 2 صوديوم بلس. كام سلفر؟ واحده بلس. كام اكسجين؟ 4 اكسجين بلس. 2 في 7 ب 14 اتش بلس. السبعه مضروبه في الاكسجين، هتقول لي 7 اكسجين. كده خلصنا. شيل وعوض، كلام فاضي بقى، لعب عيال. يعني الاثنين هشيل الصوديوم واحط رقم. الصوديوم بكام؟ ب 23. 2 ملتبلاي 23 بلس. السلفر ب 32 بلس. الاكسجين 4 ملتبلاي 16 بلس. الهيدروجين 14 ملتبلاي 1 ب 14 بلس. الاكسجين 7 ملتبلاي كام؟ 7 ملتبلاي 16. بالكالكوليتر بقى يطلع لك الرقم. يلا نحسب بسم الله. 23 ملتبلاي 2 بلس 32 بلس 4 تايمز 16 ماشي بلس 14 بلس 7 تايمز 16 7 تايمز 16 ماشي. كام يا هندسه؟ طلع يا دكتوره ب 26 كام؟ 8 8 جرامز، لان هو عايز الماس. اللي بعده يا دكتوره بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ترى يا هل ترى يا مستر احسب لي الماس بتاعت ان اكسجين اتوم فين الجرامز. فاكر يا دكتور المساله دي؟ انا جبت لك اختها، قلت لك اوف اتس موليكيول. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. جبت لك اختها بالظبط بس موليكيول. طب اللعبه فين؟ بص يا معلم اهو. ادي يا مستر البيراميد الجميل اللي هنشتغل بيه اهو. هو عايز افوجادرو، فهقول له النمبر اوف الاتومز على افوجادروز نمبر. ها النمبر اوف مول ماس اللي هو عايزها. مش هو بيقول لي الماس؟ وهنا المولر ماس. بس ركز بقى ايه؟ قال لي لان اكسجين اتوم. اتوم يعني او واحده بس.
معناها ان النمبر اوف اليونتس والله العظيم ب1 اوفر افوجادروز. بالكالكوليتر اول ما تدوس ان بلس تدوس ايكوال اسف، هيطلع لك النمبر اوف مول. هتعمله ملتبلاي ماس الاكسجين. الاكسجين بكام؟ ب 16. هتقول ملتبلاي 16 يطلع الماس. طب واحده واحده يا مستر، يلا يا قلب. هنقول 1 اوفر الاول 6.02 تايمز 10 باور 23 دوس ايكوال. اول ما تدوس ايكوال هيطلع لك 1.66 ملتبلاي 10 باور 24. بص هيطلع لك كده 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 24. هو الرقم زي ما هو ما تشيلوش، اعملوا ملتبلاي 16 كده انت جبت الماس. ملتبلاي 16. الرقم كام بقى يا مستر؟ اهو 2.65 تايمز 10 باور نيجاتيف 20 كام؟ 23 جرامز. بس والله العظيم يا عم هي دي الفكره. يبقى التركه هو عايز ماس اكسجين اتوم واحده بس، واحنا حلينا اختها بالظبط بس مولكيول. طيب يلا يا عم اللي بعده. بيقول لي كالكيوليت النمبر اوف المولز اوف الاتومز. بص بص بص، هو عايز عدد مولات الاتومز. يعني مش هضرب في افوجادرو، مش هضرب في افوجادرو والله. مش محتاج افوجادرو عشان هو عايز عدد مولات الاتومز بس، مش عايز عدد الاتومز. يا رب تكون وضحت. طب نغير اللون. نغير اللون. بيقول لك ان قد كده مولز من الاسيتيك اسيد. حاضر، مش انت عايز عدد الاتومز بس؟ اتومز بس، صح ولا مش صح؟ صح. بص بقى نعمل ايه. همسك الاسيتيك اسيد. يا اسيتيك يا اسيد. نعم يا مستر. تعالى لي يا حلو. ممكن تقول لي لو سمحت في النورمال عندك كام اتومز؟ قال لي والله يا مستر المول الواحد مني بس، واحد مول بس، في كام اتوم؟ تعالى نعد. كربونه واحده وهيدروجين 3 يبقى 1 بلس 3 بلس كربونه واحده تاني بلس 1 بلس كام اكسجينه؟ 2 يبقى بلس 2 بلس هيدروجينه 1. يعني انا بعد كام ذره موجود؟ فواحد و3 4 1 5 و2 7 1 8 فيهم 8. يبقى المول الواحد في النورمال فيه 8 وحلينا اخوه بالظبط. نفس السؤال ده حلينا زيه. ال1 فيه 8. طب ممكن تقول لي بقى لو معايا نص مول يبقى فيهم كام مول اتومز؟ واعمل كروس مالتيبليكيشن. نص في 8 بكام؟ يطلعوا 4 مولز اتومز. 4 مولات ذرات. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ اليوريا is an important fertilizer. صح، يعني سماد مهم. prepared in the industry from the reaction of الامونيا gas and الكربون دايوكسيد gas according to unbalanced equation. اقف هنا ليه؟ اي equation المفروض تكون جاي معمول لها بالانس، هو جايبها لي مش موزونه، يبقى اكيد هيطلب مني اوزنها. خلاص. طيب ايه المشكله؟ تعال نبص على الايكويشن. امونيا جاز، كربون دايوكسيد جاز، دي اليوريا يا اولاد. اليوريا يا مستر هي عباره عن ايه؟ عباره عن سي او مرتبط ب ان اتش 2 مرتبط ب ان اتش 2. ده كده الايه؟ اليوريا. خلاص. كحته ستراكشرال. طبعا انت كده احنا درسنا الكالكوليشن للكيميكال فورمولا، فعرفنا ان احنا عندنا امبيريكال صح، وعندنا موليكولار فورميولا، وعندنا كمان ايه؟ ستراكشرال فورميولا. حصل ده الشكل الاستراكشرال بتاعها. بس لو حبينا نفرده هنقول الان بوند اتش، وهنا سي دبل بوند او، وهنا ان اتش اتش. قلت لك مش هيطلب منك ترسم، بس هو هيجيبها لك بالشكل ده ويقول لك احسب لي الموليكولار فورمولا عامله ازاي او الامبيريكال عامله ازاي. فانت بتعد بقى كام نيتروجينه والكلام اللي انت عارفه اللي قلناه في الشرح على المنصه. طيب الشاهد بيقول لك ايه؟ بيقول لك ادانا اليوريا اهو، وادانا مين؟ وادانا الميه. ان ا لارج باتش رياكشن قد كده جرامز، يبقى دي ماس. امونيا امسك ايه؟ ايكويشن. المستر قال لي حدد طرفين. حاضر. اول طرف اداني ليه معلومه ماس، اكتب تحته ماس عشان ما انساش. طيب بعد كده ار ميكسد، يبقى هيخلطوا مع قد كده جرامز من الكربون دايوكسيد. الله على الجمال. الحق يا مستر ايه؟ ادي الطرفين اللي عندي. اداني يا مستر معلومه عن الاول ماس بالرقم ده جرامز، واداني كمان معلومه عن التاني بالماس برضو يا حبيب قلبي جرامز. يبقى انا معايا ايه؟ معايا معلومه لكل اللي موجود في الرياكتنت. اذا لازم اشتغل ليميتنج رياكتنت. لازم طبعا لازم في واحد منهم كومبليتلي ايه؟ كونسيومد او توتالي كونسيومد during الكيميكال رياكشن. هو طلب منك تعمل بالانس الاول وبعد كده تحدد الليميتنج رياكتنت. طبعا احنا فهمنا الكلام ده من صياغه السؤال. وبعد كده بيقول لك احسب لي ذا ييلد الناتج بالكيلو جرامز اوف اليوريا. يعني عايزني اشتغل اليوريا بالماس اللي هي ديت ذات كان بي بروديوسد اللي هتنتج. اذا بص، طالما حدد اليوريا يبقى انا هستخدم اليوريا اقارن بيها. مش انا قلت معايا سندوتشات فينو وقطع جبنه؟ هشوف الفينو بيطلع كام ايه؟ كام سندوتش، والجبنه تطلع كام سندوتش. اقل برودكت هو الليميتنج رياكتنت. فلما يقول لك احسب لي اللي هينتج بالكيلو جرامز، انا طبعا شغلي بالجرامات. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل.
بعد ما اجيبها بالجرام احولها عادي جدا لكيلو جرام. يعني نضرب ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. انا بس بجهز الشغل عشان نحل مره واحده. طيب يبقى دي ايه اللي هينتج بتاع الليميتنج رياكتنت، مش اي برودكت، بتاع الليميتنج رياكتنت. طب كالكوليت الماس ان الكيلو جرامز اوف ذا اكسس رياكتنت ريميننج. حاضر، ما هو لو انا هعرف مين الليميتنج رياكتنت هقدر اقول مين الريميننج. خلاص، وهو عايز الايه الماس بتاعت الريميننج. خلاص كده المساله بقت سهله وواضحه وبسيطه جدا 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 جدا. يلا يا عم نقول بسم الله بسم الله. نبدا اول حاجه بالبالانس. حاضر، هات لي الايكويشن اهو. NH3 هتتحد مع الكربون دايوكسيد هيطلع لي اليوريا ويطلع لي الووتر. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عد معايا. ماشي يا مستر حبيبي. دول كام نيتروجينه؟ واحده. خرجوا كام نيتروجينه؟ اوعى تقول لي واحده، 2. 2 ملتبلاي 1 ب 2، اذا هنا 2. جميل قوي. طب اللي بعده كام كربونه؟ واحده. كام كربونه؟ واحده. مش انا قلت لك خلي الهيدروجين والاكسجين اخر حاجه؟ ده اللي انا طبقته اهو. طيب الهيدروجين بقى خلاص. 2 ملتبلاي 3 6. ها 2 باي 2 ب 4 اتش بلس 2. يبقى كده 6 اتش. مظبوط، الهيدروجين هو كمان 2 ملتبلاي 3 6 والناحيه الثانيه 6. ناقص الاكسجين 2 اكسجين. دي واحده هي مستخبيه ودي واحده ثانيه. كده خلاص المعادله بقى معمول لها بالانس. يعني كل اللي احنا عملناه ضفنا هنا نمبر 2 فقط، مفيش حاجه ثانيه عملناها. ماشي يا مستر. يلا بقى حدد الليميتنج رياكتنت اوف ذيس رياكشن. بص يا عزيزي، عشان نحدد الليميتنج رياكتنت خلاص احنا فهمنا هنشتغل ازاي. تمام. هنفضي بس الحته دي كده عشان انا عايز الارقام ونروح مع بعض نشتغلها في الوايت بورد. يلا مع بعض يا دكتور نقول بسم الله بسم الله ونبدا نحل المساله بتاعتنا. احنا عايزين بس الارقام دي عشان نعرف نحل الليميتنج رياكتنت. اهو ادي كده المعادله معانا وادي البيانات كلها موجوده. عشان نشتغل ليميتنج رياكتنت قلت لك اقسم الورقه نصين. هتشتغل الامونيا الاول مع اليوريا، ونشتغل الكربون دايوكسيد مع اليوريا برضه. يبقى انا هقارن الاثنين ببعض. ادي الامونيا بس في البالانسد كيميكال ايكويشن كانت كام؟ كانت 2 مول. صح، كانت 2 مول امونيا اهو. احنا اتفقنا البالانس 2. جميل جميل يا مستر. يبقى هنا 2 يا دكتور. جميل قوي اهو ادي 2. هنقارنهم بالسي او NH2 باي 2. نفس الوقت نقارن الكربون دايوكسيد هو في الايكويشن بعد البالانس 1 مول عادي جدا. نقارنه برضو بمين؟ باليوريا. حلو قوي. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ لازم تركز بقى انت بتعمل ايه. انا هشتغل ده ماس لان اداني معلومه ليه ماس، وهشتغل ده ماس لان هو سال عايز يعرف قد ايه هينتج كماس. يعني انا في الخطوه دي هضرب عصفورين بحجر. هجيب الليميتنج رياكتنت واعرف البرودكت. يعني انا دلوقتي هجاوب السؤال الثاني والسؤال الثالث مع بعض. خلاص في الخطوه دي ركز بقى. وهشتغل ده كمان ماس وده كمان ماس. يلا يا دكتور نورمال اب نورمال. يلا يا مستر. في النورمال هجيب الماس هنا عادي جدا. 2 ملتبلاي ان يبقى 2 ملتبلاي الان بكام؟ ب 14. فين يا مستر الكلام ده؟ اهو. فين الاتوميك ماسز؟ مش مديك الاتوميك ماسز؟ فين الاتوميك ماسز يا دكتوره؟ بص مديها لك فين؟ مديها لك تحت خالص اهو. مديها لك في المساله تحت خالص هنا اهو. تمام كده. بس احنا كده كده يا اولاد عارفين الاتوميك ماسز. النيتروجين ب 14 وحلينا عليه كتير قوي. بلس يلا 2 ملتبلاي الهيدروجين ب 1 يبقى 2 ملتبلاي الاتش ملتبلاي 3 بس كده. لما نجمع الكلام ده تعالى نحسبه مع الكالكوليتور مره واحده عشان نطلع رقم واحد. 2 في 14 ب 28 بلس 2 في 3 ب 6 بلس 6 يطلع 34. يبقى هنا الماس ب 34. كل 34 في النورمال بينتجوا قد ايه؟ تعالى نشوف في النورمال ينتجوا قد ايه. يلا الكربونه الواحده ب 12 حصل بلس الاكسجين الواحده ب 16 بلس النيتروجين ملتبلاي 2 يبقى نقول له كده 14 ملتبلاي 2 بلس الهيدروجين ب 1 اهو 1 بس هي متكرره مرتين يبقى اقول ملتبلاي 2 وكلهم باي 2 يبقى نقول ملتبلاي 2 بس كده. بص هي H2 باي 2 2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى اهو 2 في 2 ب 4 في 1 يبقوا ب 4 كلهم. ايا كان انا هجمع بقى بالكالكوليتور 16 بلس 16 بلس 12 بلس 28 اللي هو 2 في 14 بلس 4 طلعوا بكام؟ ب 60 يا مستر. اذا يا اولاد الرقم ده كله 60 60 ده النورمال. يبقى في النورمال كل 34 بينتجوا 60. حلو. طب الاب نورمال دي النورمال. الاب نورمال ايه بقى؟ من الايكويشن. احنا قلنا النورمال في الايكويشن. النورمال من الايكويشن. الاب نورمال انفورميشن. فين الانفورميشن في المساله؟ فانا هروح اشوف الامونيا. الامونيا في مين في دول اهو. قال لي بص قد كده جرام من الامونيا يبقى هي دي الماس بتاعت الامونيا. باخد الرقم زي ما هو بالظبط 6 ملتبلاي 10 باور 4
يطلع قد ايه؟ ونعمل كروس مالتيبلاي. يلا بينا. 6 ملتبلاي 10 باور 4 هضربها في 60 واقول ايكوال ديفايد 34. طلع بكام يا مستر الماس؟ الماس يا ولاد طلعت ب 10,5882.35 جرام. هو الرقم كبير شويه، عادي مش فارق معانا. يعني ايه؟ انت معاك 105,882 فعادي اهو، اكنك بتعد فلوس يعني. تعالى الناحيه الثانيه، يلا. هات الماس في النورمال. الماس في النورمال، ما انا لسه جايب ماس الايه؟ ماس اليوريا في النورمال ب 60، يبقى هنا في النورمال 60 ناقص ده. يلا الكربونه الواحده ب 12 بلس الاكسجين ب 16 بس ملتبلاي 2 اهو. شلت الاليمنت حطيت رقمه، بلس شلت الاليمنت وحطيت رقمه وعملت ملتبلاي. دول 32 و12 44، يبقى هنا 44. حصل؟ قول لي حصل. يلا كده ده النورمال. الاب نورمال انفورميشن قال لي ميكسد مع قد كده جرامز من الكربون دايوكسيد. الرقم بتاع الكربون دايوكسيد كام؟ ها هتقول لي 1.1 ملتبلاي 10 باور 5. ممكن بقى تقول لي بينتج قد ايه؟ حاضر. فنعمل علامه الديفايد، نكتب 60 في 1.1 1.1 ملتبلاي 10 باور 5 كده فوق. طب وتحت على 44 كام يا نجم؟ طلع ب 150,000 بس. 150,000 جرام. بالله عليك ده طلع 150,000، ده طلع 105. مين اقل برودكت نتج؟ هتقول لي يا مستر بتاع الامونيا. اذا الامونيا هي الليميتنج رياكتنت. بس كده. اذا ركز معايا يا مستر. عايز هو بقى البرودكت او الماس اللي هتنتج دي، مفروض الماس اللي تنتج. يعني هي دي الماس اللي هنعتمدها. طبعا ال 105 882 اللي هي 105,000 بعد كده ايه 882. يبقى نرجع بقى يلا للمساله كده، فنقول بقى ايه اللي حصل ده. ما علينا. هنقول الاتي. ايه هو؟ اولا ايه يا دكتور؟ احنا بالانس الايكويشن الحمد لله عملنا بالانس وقلنا هنا الاثنين وده كان البالانس. يلا ديترمين الليميتنج رياكشن، هقول له هو الامونيا از ليميتنج رياكشن. طب يلا كالكوليت اليلد ان الكيلو جرامز. احنا جبناه فعلا بس بالجرامات. بص احنا جبنا بالجرام قد ايه؟ بالرقم ده. فانا هحول الرقم ده لكيلو جرام. معناها هعمل ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 عشان من الصغير للكبير. يبقى الرقم زي ما طلع على الكالكوليتور 105,882.35 هقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طلعوا بكام؟ يطلعوا ب 105.88 كيلو جرام. بس كده. يبقى اولا بص احنا ضربنا كام عصفور بحجر؟ اتنين بحجر اهو دلوقتي واحد. اللي هو هنقول له كده بقى. هو بيقول لي انا عايز اليلد الناتج اللي هينتج. استحاله تختار ده لان ده عمره ما هينتج. ليه؟ لان الليميتنج رياكتنت الامونيا خلص قبل ما ده ما يخلص. فهمت اللعبه؟ واضح؟ يعني خلص قبل ما اللي جنبه مين اللي هو الكربون دايوكسيد يخلص. تمام كده. فانهي ناتج اللي هينتج هو ده اللي هنعتمده، ده الصح. فهنقول كده يبقى اذا الماس يا مستر، الماس اوف اليلد ايكوال 105.88 كيلو جرامز. كده احنا خلصنا الاثنين دول. ناقص اخر خطوه في المساله اللي هي انك تحسب لي الماس بالكيلو جرام بتاع الاكسس رياكتنت ريمينينج افتر كومبليت رياكشن. اقول له سهله. تعالى فاكر اخر خطوه ايه هي يا مستر؟ مش كنت بقول لك اجيب الاثنين دول اقارنهم ببعض؟ ايوه. انا وانت عارفين ان الامونيا هتخلص كلها، بس العقل والمنطق بيقول هل وهي بتخلص وتتحول لبرودكت اتحولت لوحدها ولا سحبت جزء من اللي جنبها؟ هتقول لي لا ده سحبت جزء من اللي جنبها. اذا انا هقارن الاثنين ببعض عشان اعرف الرياكتد الاول من الكربون دايوكسيد. يبقى انا بقارن الاثنين ببعض، امونيا بكربون دايوكسيد عشان اشوف الرياكتد. طب بعد ما اشوف الرياكتد اطرحه من الماس بتاعت الايه؟ الكربون دايوكسيد اللي موجوده في المساله. يعني نعمل ايه؟ هقول لك تعالى. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى انا وانت مع بعض نقارن دلوقتي الامونيا. 2 مول امونيا هم زي ما هم، نقارنهم بالكربون دايوكسيد. هشتغل هنا ماس وهنا ماس. في النورمال لسه حاسبينها 34، في النورمال 44. طب هات لي بقى ماس الليميتنج رياكتنت اللي خلصت كلها. هو الليميتنج رياكتنت كان داخل بماس قد ايه؟ اهي 6 تايمز 10 باور 4 اللي هم تقريبا 60,000 يعني. ال 60,000 جرام دول يسحبوا قد ايه من الكربون دايوكسيد؟ يتفاعلوا مع قد ايه من الكربون دايوكسيد؟ تعال نشوف. فهنعمل كروس مالتيبلاي. فهنقول 44 نضربها في 6 تايمز 10 باور 4 ونقسمها على 34. كام يا دكتوره؟ طلعوا يا مستر ب 77647. يعتبر كده، يعتبر هو الرقم ده
جرامز، لان بعد كده 0.5 فكده جرامز. جميل جميل قوي. يعني 77 ايه دول اللي اتفاعلوا، بس دول الرياكتد، دول ايه رياكتد. ها فروم مين يا دكتور؟ هتقول لي فروم الكربون دايوكسيد. طب هو الكربون دايوكسيد في المساله كان داخل بقد ايه ماس؟ كان بالرقم ده، هو ده الرقم اللي موجود في المساله اهو. فانا عشان اعرف الريميننج هقول له كده، انا كان معايا 1.1 تايمز 10 باور 5 داخلين في المساله. خلاص انا عشان اجيب الريميننج بقى اتفاعل منهم بالظبط 77647. ممكن لو تكرمت تقول لي اللي متبقي قد ايه الريميننج، بس خد بالك هو طلبها مني بالكيلو جرام برضه، صح؟ قال لك بالكيلو جرام، احنا نجيبها بالجرام ونحولها عادي جدا، عادي يلا بينا. فهنقول له كده 1.1 تايمز 10 باور 5. ممكن تطرحوا لي من الانس لو سمحت اللي احنا جبناها على الكالكوليتر، طلع يا مستر ب 32 35 2.94. بس دي جرامز، هل هو عايزها جرامز ريميننج؟ لا، هحولها للكيلو جرام، هقوم عامل ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3، فاقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3، يطلع على طول يا دكتوره ب 32 وبعد كده 35 كيلو جرام ها remaining without reaction. بس يا معلم، وبكده نكون خلصنا المساله. طبعا هو مش سايب لك حاجه، جايب لك كل افكار الليميتنج رياكتنت اللي اتكلمنا عليها. يبقى هنا هنقول كانوا كام يا دكتور؟ الاجابه طلعت كام؟ طلعناها 32.35. يبقى هنا هنقول له 32.35 جرام، كيلو جرام اسف، كيلو جرام remaining without reaction. دول اتبقوا بدون تفاعل. حلو قوي. يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك في طالب conduct experiment to synthesis الايرن 3 oxide by reacting الايرن metal with الاكسجين جاز. ماشي حلو قوي. طيب الطالب ده لما جه يجرب يفاعل الايرن مع الاكسجين فهو كون له الهيماتايت. حلو قوي، اللي هو ايرن 3 اوكسيد يعني. ماشي، هو بيقول لك ايه بقى؟ according للبالانسد ايكويشن، فهو جايب لي المعادله موزونه. حلو قوي، فركز بقى معايا. قام قال لي ايه؟ مش انا معايا معادله هحدد طرفين. تعال نحدد طرفين. قال لي الستودنت ستارت ويز قد كده جرامز اوف السوليد ايرن. يبقى الايرن اداني ليه معلومه بالجرامز، اكتب تحته ماس. and allows it to react with قد كده لتر من الاكسجين، يبقى اداني معلومه عن الاكسجين واداني ايه؟ فوليوم. ليه فوليوم؟ ما هو بالليتر. خلاص. للاوتو measured at 25 ديجري سيليزيوس. معنى 25 ديجري سيليزيوس و1 اتموسفير ده معناه انه بيتكلم في الار تي بي. ليه يا مستر؟ لان يا قلبي الاس تي بي قلت لك بتكون 0 ديجري سيليزيوس. خلاص 0 سيليزيوس. وخد بالك انت لازم تبقى عارف ان 0 سيليزيوس هو ايكويفالنت ل 273 كلفن. يعني الزيرو سيليزيوس هو الرقم ده بالكلفن. انما عشان تحسب مثلا 25 سيليزيوس قد ايه بالكلفن، اهو ادي التمبريتشر بالكلفن بتساوي التمبريتشر بالسيليزيوس بلس 273. اكتبها عندك لو ما تعرفهاش، ان درجه الحراره بالكلفن بتشوف سيليزيوس وتجمع عليها 273. لذلك عند الزيرو بقول اهو 0 بلس 273، فيطلع فعلا ان الزيرو سيليزيوس هو 273. انما لو قال لي 25 ديجري سيليزيوس فانا هقول له اهو 25 بلس 273 يطلع بكام يا مستر؟ ب 298 ديجري كلفن. يعني لو قال لك عند الدرجه دي بقول له دي الار تي بي. طب عندي 273 لا دي الاس تي بي. فهمت الحتتين دول مهمين قوي. طب تعال نشوف مسألتنا عشان نفهم هو عايز ايه بالظبط لكل الخطوات، عشان نشوف احنا هنشتغل ايه وما نضيعش وقت. يلا بينا. بيقول لي determine a limiting reactant. حاضر، ما كده كده وش من غير ما تقول انا لازم اشتغل limiting reactant. يعني هو لو ما قالش انت لازم تشتغل ليه؟ هو انت في حد من الاثنين يا اولاد هيخلص الاول، هو ده limiting reactant. وقال لي احسب الاكسبكتد ييلد بالجرامز للايرن ايه للهيماتايت. هو كده كده ما فيش غيره برودكت، فانا هشتغل هو كمان بالايه؟ ماس. يبقى انا هشتغل ده ماس. حتى لو هشتغل ده فوليوم هشتغله مع ماس على طول عشان هو عايزها بالجرام. يبقى انا كده بجهز شغلي. اخر حاجه قال لي احسب لي الماس ان الجرامز اوف الليميتنج رياكتنت ذات از نيدد تو كومبليتلي رياكت وذ الريميننج without اوف الاذر رياكتنت. يعني ايه؟ يعني بص من الاخر، انت بعد ما تعرف الريميننج قد ايه شوف هيحتاج قد ايه من الليميتنج رياكتنت نضيفه عشان يخلص كله. برضه فكره حلوه قوي وسهله جدا جدا جدا.
طب هنعمل ايه؟ اول حاجه خالص نصلي على النبي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى ناخد بقى المعلومات المهمه اللي هنا، اللي هو من اول هنا كده، دي المعلومات المهمه. تمام. ونروح فين يا معلم؟ ونروح مع بعض نعيش هنا مع بعض. يلا ركز معايا. اول حاجه قلنا بسم الله هنشتغل ليميتنج رياكشن. فانا هقارن الاربعه اير، هقارنهم بالايه؟ بالهيماتايت. طيب وبعد كده بس هو قال لي 2 مول، فانا هنقلها زي ما هي بالظبط في الايكويشن، بالظبط بالملي، ما تغيرش حاجه. طب اللي بعده هقارن ال 3 او 2 برضه ب 2 اف اي 2 او 3. يلا يا حبيب قلبي، ده مديني ليه معلومه ماس في المساله، والله انا ما بالفش، هو قال لي 11 قد كده جرامز من الايه؟ من الاير، فانا ما جبتهاش من عندي. نفس الفكره، لا احنا فهمنا في الاختيارات بتاعتنا ان هو عايز الايه؟ الاكسبكتد يلد، يعني يلد ده الناتج بالجرامز، يبقى انا لازم اشتغله ماس عشان اوفر على نفسي. لا اشتغله مول وبعد كده احسبه بالماس، ما هو اشتغله ماس مره واحده واخلص. نفس الكلام المحترم ده اداني ليه فوليوم، يبقى انا هشتغله فوليوم على طول، وده عايز له ماس برضه عشان انا بقارن ايه؟ هنا ماس وهنا ماس، لازم نقارن الماسز ببعض. طب يلا النورمال من الايكويشن، يبقى خطوه النورمال من الايكويشن. طب في الايكويشن الماس ايه؟ هقول 4 ملتبلاي، مديني الاتوميك ماس للايرن بالرقم ده زي ما هو بالظبط، نقله 55.85. ده في النورمال. طيب الناحيه دي برضو الماس هنقوم حاسبينها برضو، هنقول كده 2 اللي هم الاثنين دول مضروبه في ده ومضروبه في ده، يبقى مضروبه في الايرن. الايرن كام؟ هتقول لي يا مستر الايرن ب 55.85. حلو، بس خد بالك تايمز 2، يبقى ملتبلاي 2 تاني. ليه؟ عشان هو تايمز 2 اهو. جميل، يبقى دول كده كلهم ملتبلاي بعض. نقول بلس، افتح براكت تاني، الاثنين اللي بره اهي، ملتبلاي الاكسجين اشيلها واحط رقمها 16، ملتبلاي الاكسجين متكرر 3، ملتبلاي 3. كده انا جبت الرقمين في النورمال. تعال نحسبهم انا وانت الاول. يبقى 4 ملتبلاي 55.85 طلع بكام يا مستر؟ طلع ب 223.4. حلو قوي، ده في النورمال. طب تعال نشوف الرقم هنا في النورمال كام. ادي 2 ملتبلاي 55.85. حلو حلو، ملتبلاي 2 طلع برضو بنفس الرقم اللي هو 223.4. نقول بلس، افتح براكت، 2 ملتبلاي 16 ملتبلاي 3. انا بحسب الارقام، انت المفروض تكون حسبتها بنفسك برضو. ماشي. طلع الرقم كله هنا كام يا مستر؟ نشيل بقى ده خلاص مش محتاجينه. طلع الرقم كله يا عزيزي ب 319.4 جرامز. ده في النورمال، ده في الايه؟ في النورمال. طب الاب نورمال انفورميشن، لو معايا بقى 11.17 يطلع لي قد ايه؟ واعمل كروس مالتيبيكيشن. يبقى 11.17 اضربه في الانس اللي احنا جبناها اللي هي 319، ونقسمه على 223.4. كام يا مستر؟ طلع ب 15.97 جرامز. حلو قوي، كده احنا خلصنا الماس اللي هنا. تعال نجيب اللي هنا. الفوليوم، فوليوم اي غاز بيساوي عدد المولات ملتبلاي فيكسد نمبر. الفيكسد نمبر عشان ار تي بي يبقى ب 24 بس كده، هو ده الفرق، يا ب 24 يا 22.4. يبقى هنقول 3 ملتبلاي 24 في النورمال بيبروديوس ده قد ايه؟ نفس الماس والله العظيم، مش هتحسبها تاني. ودي البساطه في مسائل الليميتنج رياكتنت، ان معظم الارقام بتجيبها مره واحده وخلاص. طب يلا، هو مديني فوليوم قد ايه في المساله؟ قال لي 4.48. حلو، يطلعوا لي قد ايه ماس؟ ونعمل كروس مالتيبلاي. 4.48 نضربها في 319.4 طلع برقم، نقول ديفايد 3 في 24 بكام؟ 3 في 24 ايه؟ لا ده 3 في 16. 3 في 24 عشان فوليوم صح. شفت 3 في 24 صح. طب طلعت بكام يا مستر؟ طلعت ب 19.87 جرامز. حلو قوي حبيبي. نعم. مين اقل ماس انتجت؟ هتقول لي يا مستر الماس بتاعت الايرن، هو ده اليلد اللي هو عايزه. طب هو كان طالبه بالايه بقى؟ هو قال لك حدد الليميتنج رياكتنت، هقول له خلاص هو الايرن. يبقى نيجي نرد هنا نقول له الايرن از ذا ليميتنج رياكتنت. يبقى الايرن از ذا ليميتنج رياكتنت. كده احنا خدنا درجه السؤال ده ان شاء الله. قال لي احسب الاكسبكتد ييلد ان الجرامز، هو عايزها بالجرامز. اقول له هو نفس الرقم ده اللي هو كان 15.97، يبقى 15.97 جرامز. ده الايه؟ ده الناتج اللي هينتج من الهيماتايت. حلو حلو. هنا بقى اخر خطوه دي عندنا اكتر من طريقه للحل. اكتر من طريقه، اكتر من طريقه. ازاي؟ تعالى افهمك. مش انت عرفت ان الليميتنج رياكتنت ده يا حبيب قلبي توتالي كونسيومد؟ وعرفت ان ده هيتبقى منه؟ هتقول لي ايوه. انا قدامي طريقتين.
قدامي كام طريقه؟ طريقتين احل بيهم اللي هو عايزه. هو اخر سؤال طالب مني ايه؟ قال لي على فكره انا عايزك تقول لي هنحتاج قد ايه ماس من الليميتنج رياكتنت عشان تتفاعل مع الماده اللي متبقيه. فانت ممكن بقى ننقسم لفريقين دلوقتي. حد يقول لي يا مستر انا هشوف اللي متبقي قد ايه الاول، وبعد كده اروح اشوف هيحتاج قد ايه من الليميتنج رياكتنت واقول صح. وحد قال لي انا ممكن اصلا اضيف الماده دي كلها مره واحده، اضيف دي كلها مره واحده، اشتغل على دي واشوف المفروض تحتاج قد ايه من الايرن، فهيطلع رقم اكبر من ده. الرقم اللي يطلع اشيل منه الرقم ده، اجيب اللي هو عايزه. يعني قدامي طريقتين اقسم بالله مش طريقه واحده. طب تعالى انا هشتغل معاك الطريقتين عشان افهمك للي حابب يفهم. طب اللي حابب يكتب التقييم وخلاص وياخد درجه انت براحتك، انا عملت معاك الصح. طب يلا تعالى عشان نعرف اللي هيتبقي قد ايه. هعمل ايه؟ هقارن الاثنين ببعض. ادي 4 اير، خلاص نقارنهم بالثلاثه او 2. في النورمال انا بشتغل ده ماس، حصل. هو هنا كان عايز ايه؟ هو عايز الماس فهنشتغلها ماس بقى. يعني هو عايز الماس من الاير فانا هشتغله ماس. طب هو هيتفاعل مع قد ايه يا مستر من هنا؟ هيتفاعل مع هنا ده لو فوليوم فاحنا هنشتغل فوليوم، يبقى 3 في 24. مظبوط؟ هتقول لي مظبوط. طب هنا في النورمال الايرن جبناه بكام؟ طلع ب 3.4 مع 3 ملتبلاي 24 ده في النورمال. طب الاب نورمال الليميتنج رياكتنت مش كان داخل بالماس ديت؟ ركز معايا بقى. اللي هيطلع ده اللي هيتفاعل عشان نجيب الريميننج، فاعمل كروس ملتبلاي. انت جبت الرياكتد اطرحه من ده، هنطرح الرياكتد من ده هيديني اللي متبقي. تعال نجيبها الاول، يلا نمشي خطوه خطوه. 11.17 اضربها في 3 ملتبلاي 24، اقسم كل الرقم ده على 223.4. طلع كام يا هندسه؟ طلع يا مستر ب 3.6. 3.6 ايه؟ لتر، عشان ده فوليوم، ده فوليوم لتر. طب هو كان داخل في المساله بكام؟ ب 4.48. صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. بص بقى، ال 3 و6 لتر دول هنشيلهم من الاربعه 44، يبقى 4.48. اشيل منهم 3.6، يتبقى قد ايه فوليوم ما اتفاعلش؟ يتبقى 0.88. ده ما اتفاعلش. هو بيقول لي بقى روح شوف هتحتاج قد ايه ماس من الليميتنج رياكتنت. فانا هقارن الاثنين ببعض تاني ادي الاربعه ايرن هقارنهم بالاكسجين. ليه؟ هشتغل ده ماس واشتغل ده فوليوم. الماس في الطبيعي 223.4 والطبيعي هنا كام؟ 3 ملتبلاي 24. بص بقى، ركز. اللي متبقيين بدون تفاعل من الاكسجين يحتاجوا قد ايه من الايرن ازوده؟ واقول 0.88 ملتبلاي، هنضرب الرقم في الرقم 223.4. حلو اوفر، افتح براكت 3 ملتبلاي 24 يطلع لك الماس بالظبط كام؟ 2.7 جرامز او 2.73 جرامز. هو ده بالظبط اللي محتاجه عشان يتفاعل، بس كده. طب يا مستر نعم، ايه الطريقه الثانيه؟ بص الطريقه الثانيه اسرع طبعا. ليه؟ بص هقارن الايرن اهو، ادي الاف اي، هقارنه بال3 او 2. هنا 2 3.4، وهنا خد بالك بقى، هو عايز يعرف قد ايه ماس من الايرن هحتاجه. وهنا اقارنه بال 3 ملتبلاي 24، واقوم حاطط بقى الاكسجين اللي موجود كله. هو كان موجود بقد ايه؟ ب 4.48. ادي ال 4.48 كلهم هيحتاجوا قد ايه؟ واعمل كروس ملتبلاي. ف 4.48 ملتبلاي 223.4 هيطلع رقم، اقسمه على 3 في 24 هيطلع لك يا معلم بالظبط بيتحد مع 13.90. والله العظيم. طب بص صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الايرن اصلا في المساله دخل بماس قد ايه؟ ب 11.17. فاقول له 13.90 اشيل منهم 11.17 اللي دخلوا في المساله، يطلع نفس الرقم بالظبط 2.73 جرامز زياده. يبقى انا محتاج من الايرن قد ايه؟ هي الماس دي بس عشان كل الاكسجين اللي موجود يتفاعل، بس كده. فهو بيقول لك احسب لي الماس بتاعت الجرامز اللي ليميتنج رياكتنت نيدد. هقول له كده يبقى الماس نيدد، انا كده حليتها لك بطريقتين، ايكوال 2.73 جرامز. وبكده يا عزيزي نكون خلصنا السؤال التاني. طيب انا طولت طبعا عشان انا بشرح باستفاضه، هو يتحل في اسرع من كده، بس عشان افهمك كل حاجه ماشيه ازاي. اللي بعده، جيفن ذات قد كده جرامز من الهيدروكلوريك اسيد. فين الهيدروكلوريك اسيد؟ اهو اداني ليه ايه؟ ماس، يبقى انا هشتغله ماس. قال لي necessary for the complete reaction with a sample من قد كده جرام من الكالسيوم كربونيت. فين الكالسيوم كربونيت؟ اول واحده اهي، لان ده كالسيوم كلورايد ودي ميه وده كربون دايوكسيد.
ده اداني ليه برضه ماس، الحق يا مستر اداني ماس لكل حاجه موجوده في الرياكتور، يبقى وش ليميتنج رياكتور خلاص. قال لي according to the following unbalanced equation، مش عامل لها بالانس كمان، عايزني احدد whether the sample is pure ولا لا، ماشي، واحسب لي الفوليوم بتاع الايفولفد كربون دايوكسيد عند الدرجه دي. بص بص بص، انا لسه بكلمك على الدرجه دي، مش الدرجه دي بالكلفن اللي هي 25 ديجري سيليزيوس، هتقول لي اه لسه قايلها لك من شويه. طب وخد بالك 760 ملم ميركوري هو 1 اي تي ام، ده 1 اتموسفيريك بريشر ايكويفالنت لنفس الرقم ده بالمليمتر ميركوري خلاص. طب وبعد كده يا مستر، هو هنا عايز فوليوم الايفولفد كربون دايوكسيد جاز، سهله، وقال لي كالكوليت، خد بالك هو اختار الكربون دايوكسيد ماشي، وقال لي كالكوليت الماس بتاع الامبيوريتيز ان السامبل اف ات فاوند، يعني لو في امبيوريتيز قول لي الماس بتاعتها قد ايه. ماشي يا عم سهله جدا. برضه فكره ليميتنج رياكشن، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا عزيزي، انت فاهم نعمل ايه يا مستر؟ نقوم مروقين الملعب هنا ونروح ناخد المساله كده اهو بالشكل ده كده الجميل ده، عشان احنا عايزين الارقام، ونروح نعيش مع بعض في الورقه هنا اهو. لا مش مظبوطه دي يا دكاتره، مش مظبوطه، مش عاجباني، انا هعيدها تاني اهو. حلو قوي كده احسن. يلا بينا، يلا يا مستر. بص يا دكتور، قال لك هو مديك قد كده جرامز، حصل قول لي حصل من الهيدروكلوريك اسيد، ادي الهيدروكلوريك اسيد. اولا هو قال لك الايكويشن ان بالانسد، حصل حصل. بص قال لك ايه؟ ان بالانسد ايكويشن، يبقى اول حاجه نعمل بالانس، يلا نعمل بالانس. هنا كالسيوم واحده، كالسيوم واحده، كربونه واحده، فين الكربون؟ دي كربونه واحده، اوعى تقول لي دي سي، يلا ده سي ال، يلا ودي كالسيوم، ده الكربونه لوحدها. حلو. طيب ايه اللي ناقص؟ الهيدروجين. بص كام هيدروجين؟ 2، نحط هنا 2. طب بص السي ال 2 اتظبط خلاص السي ال. طب الاكسجين يا مستر كام؟ هنا 3، طب ما هي واحده اهي و2 3 كده مظبوطه خلاص. هو ده اللي كان ايه محتاج بالانس. جميل قوي. هو بيقول لك ايه؟ لو انت عرفت ان انت معاك 7.3 جرامز من الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ده، فمديني ليه ماس، قال لي نيسيسري فور كومبليت رياكشن مع سامبل من قد كده كالسيوم. خد بالك دي السامبل بقى، مين السامبل؟ كالسيوم كربونيت according to الانبالانسد ايكويشن. فهو بيقول لي حدد السامبل بيور ولا ام بيور. يعني ايه؟ يعني انا هشتغل ليميتنج رياكشن، بس خد بالك المره دي انا هقارن الاثنين ببعض بس. ليه يا مستر؟ هفهمك. اكتب بس كالسيوم كربونيت اهو، هقارنه مع 2 اتش سي ال، حصل حصل. الطبيعي ان انا هشتغل ده ماس عشان اداني معلومه ماس، وده ماس كمان. هقول ايه بقى؟ بص هقول كده، انا هعتبر ان ده الليميتنج رياكتنت. ليه؟ لان هو بيقول لي شوف السامبل دي بيور ولا مش بيور. لو كان الرقم اللي هينتج هنا هو يبقى بيور. طب طلع الرقم اللي موجود اقل من الرقم ده، ما هو لازم يبقى اقل، لازم يبقى اقل. لو طلع اقل منه يبقى في الحاله دي السامبل ديت ام بيور. ازاي؟ تعالى نحسب الاول الماس. طبعا هو المفروض يديك الاتوميك ماس ما بين تو براكت، يقول لك ان الكالسيوم الواحده ب 40، ويقول لك ان الكربونه ب 12، ويقول لك ان الاكسجين ب 16، ويقول لك ان الهيدروجين ب 1. انا كده قلت لك الارقام، والسي ال ب 35.5. كده انت معاك الداتا كلها. يلا يا عم، الكالسيوم 40 بلس الكربون 12 بلس 3 ملتبلاي 16، حصل حصل. طب وهنا 2 ملتبلاي 1، مظبوط مظبوط، بلس ال2 في السي ال يبقى 2 ملتبلاي 35.5. يلا نجيب الماسز الاول في النورمال، يلا يا دكتور. 40 بلس 12 بلس 3 تايمز 16 طلع ب 100. هنا الماس في النورمال 100. طب الماس في النورمال هناك كام؟ 2 بلس 35.5 ملتبلاي، طلع 73. ده في النورمال، حصل حصل. طب ممكن تقول لي بقى لو معايا 3.7 من الهيدروكلوريك اسيد، ادي 7 اسف 0.3، يطلعوا لي قد ايه؟ نعمل كروس ملتبلاي، اضرب الرقم في الرقم، ديفايد اللي قدام الاكس. يعني هتقول لي كده 7.3 ملتبلاي 100 اوفر 73. 7.3 ملتبلاي 100 اوفر 73 طلع بكام؟ طلع ب 10. اذا الماس طلعت ب 10 جرامز. فالطبيعي ان ال 7.3 دول يدفع له بالظبط مع 10 جرام. انت مديني كام جرام في المساله؟ مديني 12. طب ده ينفع يا معلم؟ لا يا مستر. طب ما خلاص طالما ده ما ينفعش، 12 دول ما ينفعوش، دول ازيد. يبقى الطبيعي ان في 2.5 جرامز كتير ازيد ريميننج مش هيدفع له. فهو في اول نقطه بيقول لك حدد هل السامبل بيور ولا ام بيور. اقول له لا، ان السامبل ام بيور غير نقيه. ليه غير نقيه؟ عشان ال 12.5 جرامز دول مش كلهم كالسيوم كربونيت،
الكالسيوم كربونات فقط اللي هيتفاعل منهم كان محتاجينه قد ايه؟ محتاجين 10 جرامز فقط. فبيقول لي احسب الفوليوم بتاع الايفولفد كربون دايوكسيد جاز ات الدرجه دي. طب انا عشان اجيب فوليوم الكربون دايوكسيد ما انا عرفت خلاص مين الليميتنج رياكتنت الاتش سي ال، يبقى انا هقارن الاتش سي ال بده لان ال 7.3 خلصوا كله. طب يلا فهنقول له تعال هنقارن الاتش سي ال، ادي الاتش سي ال بس هو كان 2 مول في المساله اهو. الاتش سي ال كام مول؟ 2 مول. هقارنهم بالكربون دايوكسيد جاز اللي انت عايزه. ده انا معايا ليه ايه؟ ماس، وده انت عايز ليه فوليوم، بس كده. فنشتغل في النورمال نقول هنا 73 لان احنا حسبناها. طب وهنا الفوليوم، هو قال لي الفوليوم ايه يا معلم؟ ها في درجه الحراره دي كام؟ هنقول كده عشان اجيب درجه سليزيوس او الدرجه بالكلفن بتساوي الدرجه سليزيوس بلس 273. لو انا عايز سليزيوس ودي دي بالاوبوزيت ساين، يعني الكلفن ماينس 200 فالكلفن كام؟ 289. اشيل منها 273 يطلع 25. 25 يعني بكام؟ ب 24 اللي هي الار تي بي يعني. خلاص ار تي بي. يبقى هنا هنقول له كام الفوليوم؟ ب 24. طب الاب نورمال الاتش سي ال كان داخل منه في المساله قد ايه؟ 7.3 جرامز. طب ممكن تقول لي بقى ال 7.3 جرامز يطلعوا فوليوم قد ايه؟ بس كده. ونقول له 7.3 ملتبلاي 24 اوفر 73. بسم الله. طلع يا معلم ب 2.4 لتر بس من الكربون دايوكسيد ينتجوا. حلو قوي. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ ها خلصنا السؤال الثاني. هو كان عايز الفوليوم، نقول له كده ان الفوليوم ايكوال كان 2.4 ايه لتر زي ما اتفقنا. حصل ادي 2 و4 ايه حلو. قال لي كالكوليت الماس بتاعت الامبيورتيز ان السامبل اف 8 فاوند. اقول له ماس الامبيورتيز ايكوال ماس السامبل اللي هي الكبيره، يعني الكبير ماينس الصغير يعني يا جماعه. ومين الصغير؟ اقول له كده ماس السامبل ماينس مين؟ ماس البيور سامبل. طب ماس السامبل بكام؟ ب 12.5. البيور سامبل المفروض طلعت كام اللي احنا حسبناها؟ احنا قلنا لو كانت بيور هنحتاج قد ايه بالظبط؟ مش قلنا 10؟ اهو 10 جرامز دول. يبقى ايه؟ نقول له ماينس ال 10 يطلع 2.5 ايه جرامز impurities. بس يا معلم هي دي اللعبه وهي دي الفكره. يا رب تكون وضحت وفهمتها واستوعبت. يلا سؤالنا الرابع. بيقول لك in front of you four balloons contain different gases under the same condition of the temperature and the pressure. ماشي. study the figure will then answer. يلا. اولا باين قوي ان الاكسجين اكبر فوليوم منهم كلهم، صح. وباين جدا ان النيتروجين اقل فوليوم، صح. وباين ان الهيدروجين والكربون دايوكسيد تقريبا قريبين من بعض، برضه صح. طالما يا اولاد في السيم كونديشن ففي بوستيوليتس بتاع افوجادرو كان بيقول ايه؟ ان الايكوال فوليومز اوف الديفرنت جازز اللي هم زي مثلا الهيدروجين والكربون دايوكسيد بيبقى ليهم نفس النمبر اوف المولكيولز عند نفس الكونديشن. نفس النمبر اوف المولكيولز عند نفس الكونديشن. يعني ايه مولكيولز؟ يعني ده مولكيول، ده كده كله مولكيول وده كله مولكيول، فعندهم نفس عدد المولكيول. خلاص. طيب تعال نشوفه عايز ايه. بيقول لي determine البالونز those contain the same number of الجاز molecules. اهو هو ده اللي انا بكلمك فيه. مين الاثنين اللي عندهم نفس عدد المولكيولز بالظبط؟ الاثنين اللي ليهم نفس الفوليوم نفس الكونديشنز. يبقى نقول له البالون رقم 2 2 and 4. ليه؟ عشان البوستيوليت بتاع افوجادرو. هنقول له كده state that ان الايكوال فوليومز اوف الديفرنت جازز at الاس تي بي او at the same condition من التمبريتشر والبريشر contain the same number of المولكيولز. ليه؟ عندهم نفس عدد المولكيولز. تمام. طب تعالى للي بعده. بيقول لك given that ان الفوليوم بتاع البالون 2. فين البالون 2؟ الهيدروجين. دبل ذات البالون 3. فين 3؟ النيتروجين. ما هو لو دبل يبقى بص لو عدد المولات هنا ب1 فعدد المولات هنا ب2. بس كده هي دي الفكره. فهو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي جيفن ذات ان الفوليوم بتاع البالون 2 دبل الفوليوم بتاع البالون 3. ديترمين الريشيو between النمبر اوف المولكيولز and the number of الاتومز in the two balloons respectively. explain your answer. حاضر. اولا بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو عايزك الاول المولكيولز. فالمولكيولز في البالون نمبر 2 دبل المولكيولز في البالون نمبر 3. ليه؟ لان هو دبل الفوليوم. طالما قال لي فوليوم دبل يبقى دبل النمبر اوف مول على طول. وطالما دبل النمبر اوف مول يبقى دبل النمبر اوف المولكيولز. حلو الكلام حلو الكلام. انما الاتومز يا اولاد مالها يا مستر؟
انت عندك هنا الاتومز دول 2 اتومز، صح صح، ودول 2 اتومز، مظبوط مظبوط. طب ما انت عدد المولات عشان تحسب الاتومز مش بتضرب في النمبر اوف المول؟ وهتضرب هنا برضو في النمبر اوف المول. طب ما انت عدد المولات هنا يعتبر ب1 وعدد المولات هنا يعتبر بكام؟ ب2. فبرضو عدد الاتومز هيكون هنا دبل، يعني في 2 دبل 3. وصلت؟ فزي ما قلت لك كده يا دكتور، فاكر انت البيراميد اللي كنت بقول لك عليه؟ هنقول هنا الفوليوم اوف الجاز حصل، ومثلا هنا 24 وهنا الان عدد المولات، وعدد المولات النمبر اوف الموليكيولز، صح ولا مش صح؟ او النمبر اوف البارتكلز، وهنا افوجادروز نمبر. طيب عظيم جدا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الفوليوم يا اولاد، مش هو قال لي ان الفوليوم بتاع 2 دبل الفوليوم بتاع 3؟ طب طالما الفوليوم الدبل يبقى عدد مولات الدبل. ما هو طالما الفوليوم الدبل، الفوليوم الدبل يعني مثلا واحد بكام؟ 24 و24 كام؟ 48. واحد ب 48 حلو، والثاني ب 24 كفوليوم اهو، ده 24 ده 48. اذا لما اقسم 48 على 24 يطلع ب 2. يبقى اذا بص، رقم 3 او رقم 2، اسف، رقم 2 هو 2 دبل 3. فرقم 2 الغاز رقم 2 اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين. يعني نتكلم بقى هيدروجين نيتروجين. الهيدروجين عدد مولاته دبل عدد مولات مين؟ النيتروجين. فعدد المولات كده كده هتضربها في افوجادرو. خلاص، فواحد منهم اللي هو الهيدروجين هيطلع 2 افوجادرو، والنيتروجين هيطلع 1 افوجادرو. يبقى دبل ولا مش دبل؟ دبل. هو كان عايز ايه بقى؟ يقول لي انا عايز ريشيو 2 ل 3، فاقول له كده 2 اوفر 3. 2 ل 3 معناها 2 ده اكبر، يبقى 2 ل 1. بس كده تطلع ريشيو 2 ل 1. 2 ل 1 ايه؟ كمولكيولز. وهي بالظبط اتومز. ليه؟ هو الاتش 2 كام اتوم؟ اتشايه واتشايه 2. طب والان 2 ما هي انايه وانايه 2 برضه. يبقى عدد الاتومز في الاثنين متساوي. طب ما هو برضه عشان اجيب عدد الاتومز هضرب في ايه؟ في عدد المولات. واحد هضربه في 2 والثاني هضربه في كام؟ في 1. يعني بتاع النيتروجين هو 1 مول هتضربه في عدد الاتوم، انما هنا 2 مول تضربهم في 2. 2 في 2 بكام؟ ب 4. طب و2 في 1 بكام؟ ب 2 برضه. اوفر 2 في 1 اوفر 2 في 1 تطلع هي الريشيو بالظبط. هي دي الفكره يا معلم. اكسبلين ليه يور انسر، هتقول له بسبب ان طالما الفوليوم دبل الفوليوم يبقى عدد المولات دبل عدد المولات. شكرا. وطالما معاك عدد مولات يبقى تعرف تجيب الايه؟ النمبر اوف المولكيولز والبارتكلز والكلام ده. طب اللي بعده، هو ايه يا جماعه كل ده تقييم؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ طب يلا بينا. بيقول لك جيفن ذات ان الفوليوم بتاع البالون 1 از قد كده، هات ال 25. يبقى الفوليوم البالون 1، مين البالون الاول؟ مين يا عم الاول ده؟ اللي هو الاكسجين يعني، ماشي. اند ب 25 يعني في الار تي بي، وقد كده يعني واحد ضغط اي تي ام. يعني كالكوليت هاو ميني ليترز اوف الجاز في البالون 2 ريكوايرد تو كومبليت رياكت وذ الجاز اللي موجوده في البالون الاول. ماشي. طب مين اللي في البالون 2 اللي هو الهيدروجين؟ صح صح، يعني هو عايز يكون ميه، تفاعل ميه. طب تعالى هجيب الهيدروجين، ادي الهيدروجين تفاعله مع الاكسجين يكون ميه H2O. لازم تعمل بالانس. البالانس هتخلي هنا 2 و2 عشان تبقى مظبوطه كده. بص 2 اكسجين 2 ظبطت. فانا هشتغل الاثنين دول فوليوم. النورمال 2 في 24. النورمال 24. ليه؟ لان ده مول واحد بس، ده 2 مول، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. طب الاب نورمال هو ادالك ايه؟ ادالك 4.48 من مين؟ من البالون الاول. مش الاول ده اكسجين؟ يبقى ال 4.48 يدفع له مع قد ايه من دوت، واعمل كروس مالتيبلاي. فانا هقول له كده 4.48 ملتبلاي 2 ملتبلاي 24 اوفر 24. كام يا مستر؟ طلع يا اولاد ب 8.96 لتر بالظبط. يبقى هحتاج قد كده فوليوم من ال H2 جاز عشان يتفاعل 4.48 من الاكسجين. خلاص. طب يلا اللي بعده. قال لك الامونيا is produced by reaction of النيتروجين and الهيدروجين. How many grams of النيتروجين gas are required to prepare قد كده لتر من الامونيا في الاس تي بي؟ حلينا اخو المساله بالظبط. لو انت فاكر هو ده البيراميد بتاعها. قلنا عدد المولات هنا ماس، هنا مولر ماس، وهنا الفوليوم. وهو قال لي فين؟ حدد الاس تي بي ولا الار تي بي؟ قال لي في الاس تي بي، يبقى هنا 22 و4. بس كده. هو بيقول لك ايه؟ الامونيا انتجت من تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين. عايز يعرف كام جرام من النيتروجين جاز ريكواير تو بريبير 72 لتر من الامونيا عشان يحضر قد كده من مين؟ من الامونيا. طب بص بقى، تعالى هنكتب الايكويشن الاول. يلا يا مستر. وطالما ايكويشن نشتغل على طول ايكويشن، مش هحتاج البيراميد يعني. يعني اهو ادي ال N2 مع ال H2 يكون NH3. حصل. البالانس انا قلت لك لو لقيت برودكت واحد روح لاخر اليمنت شوف عدده كام. 3 وهنا 2 بدل. الاثنين حط قبلها 3 والثلاث حط قبلها 2. 2 نيتروجين ظبطت. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. فين الطرفين بتوعنا؟ تعالى نحدد الطرفين اهو. نجيب اللون ده
لا ما هو موجود احمر، خليه اخضر. يلا بينا. فين الطرفين يا مستر؟ قال لي هاو ميني جرامز من النيتروجين. امسك النيتروجين طرف، جرامز هشتغله ماس. الريكواير تو بريبير قد كده لتر من مين؟ من الامونيا، يبقى الامونيا طرف وهشتغله فوليوم. بس خلاص كده انا خلصت المساله. الماس في النورمال بكام؟ ادي 14، يبقى 14 في 2 ده في النورمال. طب وهنا الفوليوم في النورمال مش 22.4 عشان قال لي اس تي بي؟ يبقى 2 في 22 و4 ده في النورمال. طب لو انا معايا بقى 72 هحتاج جرام قد ايه؟ خلصت والله العظيم. كانوا عاملين كده 72 ملتبلاي 14 ملتبلاي 2 اوفر 2 ملتبلاي 22.4 كام يا هندسه؟ طلع ب 45 جرامز من النيتروجين جاز. بس خلاص انت محتاج ايه؟ محتاج دوت كجرام. يلا يا زميلي اللي بعده بيقول لك ايه، وما تنساش بقى لايك وشير عشان تخلينا نكمل لك يا اما مش هنزلهم على اليوتيوب. بيقول لك consider the reaction between الالومنيوم ميتال Al and الكلورين جاز Cl2 to produce الالومنيوم كلورايد. حلو according to the following equation. ماشي. هو عامل لها بالانس، عامل لها بالانس في 2 في 3 ب 6، 2 في 3 ب 6 مظبوط. قال لك في كيمست كيميائي يعني ميكس 20 جرام من الالومنيوم، يبقى ده انا هشتغله ماس مع 30 جرام يبقى ده كمان ماس من الكلورين في رياكشن فيزل. قال لي ايدنتيفاي ليميتنج واحسب الماس بتاعت اليلد، يبقى انا ده هشتغله ماس. وكالكوليت الماس بالجرامز لو الاكسس رياكتنت ذات ريمين افتر رياكشن از كومبليت، يعني تفاعله نفس اللي احنا حليناها قبل كده. هي بالظبط. طب يلا هنعمل ايه؟ اول حاجه يا عزيزي عشان نعرف الليميتنج رياكتنت هنقارن الاثنين بالايه؟ بالالومنيوم كلورايد. ادي الاثنين الومنيوم نقارنهم بالاثنين الومنيوم كلورايد، وادي الثلاثه سي ال 2 نقارنهم بالاثنين الومنيوم كلورايد. وانا هشتغل ده ماس وده ماس وكله ماس. في النورمال 2 في 27. طب النورمال 2 في 27 بلس 2 ملتبلاي اهو 2 ملتبلاي 35.5 ملتبلاي 3. تعال نحسب بقى الرقمين عشان هنحتاجهم دلوقتي. خلاص فهنقول كده 2 ملتبلاي 27. حلو. كام الرقم ده؟ هنا هيطلع 54. ماشي. هنقول بقى نفس الرقم 54 هنجمع عليه 2 ملتبلاي 35.5 ملتبلاي 3، يعني 6 في مش عارف بكام، طلع ب 267. طب يلا بقى نقوم شايلين الكلام ده، نمسح الكلام ده كله ونكتبها مره واحده. ماشي اهو جميل اهو. هنقول 267 وهنا نفس الكلام 267. طب وهنا اهو 3 في 35.5 ملتبلاي 2 طلع ب 213. انا كده حضرت النورمال للمعادلتين. طب الاب نورمال 20 جرام الومنيوم، اجي هنا اكتب 20 واشوف الاكس بكام. طب والتاني 30 اكتب هنا 30 ونشوف الاكس بكام. يلا ده في ده ديفايد اللي قدام الاكس يبقى 20 ملتبلاي 267 اوفر 54. كام يا هندسه؟ 98.88 جرامز. طب يلا الناحيه الثانيه 30 ملتبلاي 267 اوفر 213 بكام؟ ب 37.6 جرامز. حلو قوي. مين اقل برودكت؟ هو ده. يبقى الكلورين هو الليميتنج رياكت. يبقى نقول له الكلورين جاز is the limiting reactant. done. اللي بعده قال لي كالكوليت الماس وفي اليلد بالجرام. هتعتمد انهي واحده؟ هي دي. هقول له كده 37.6 جرامز. حصل. بص بقى ركز معايا يا مستر. انت شايف احنا خدنا بالكلورين قد ايه جرام؟ واللي جنبه ده مش هو ده الليميتنج رياكتنت؟ مش هو دوت اللي هيتبقى منه اللي هو الالومنيوم هيتبقى منه ده الاكسس؟ هتقول لي هو عايز يعرف الماس بتاعه الاكسس رياكتنت ذات ريمينز افتر الرياكشن از كومبليت. ده هو عايز يعرف الماس اللي بتاعت اللي هيتبقى بس. طب يبقى انا عشان اجيب الماس اللي هتتبقى اشوف هيتفاعل قد ايه. طب تعالى يلا هقارن مين؟ هقارن الالومنيوم 2 الومنيوم بالليميتنج رياكتنت 3 كلورين. الماس هنا 2 كام؟ 213 اسف. ادي اهو 213. طب والماس الالومنيوم قلنا بايه؟ 54. مين الليميتنج رياكتنت ده؟ كان داخل في المساله بكام؟ ب 30. ال 30 يتفاعلوا مع قد ايه عشان نجيب الريميننج بقى؟ ما هو بيقول لك احسب لي الماس بتاعت الاكسس رياكتنت اللي هيتبقى بس بعد التفاعل. فهنقول له 213، لا هنقول 30 الاول نضربهم في 54
ونقسم على 230 طلع كام يا مستر؟ طلع بيتفاعل بالظبط يا دكتور 7.60 جرام. دول اللي هيتفاعلوا من الالمنيوم، دول اللي هيتفاعلوا من الالمنيوم. طب هو الالمنيوم كان داخل بكام جرام؟ 20. يبقى نقول له كده الريميننج 20 اشيل منهم اللي اتفاعل، يتبقى كام؟ يتبقى 12.39 جرامز. السؤال الاول بيقول لك classify following chemical formulas for acetic acid. ده chemical compound. الكيميكال كومباوند ده عايز يعرف ايه هي الاستراكشرال والموليكولار والامبيريكال. هو بيطمن انت عارف الفرق ما بين الثلاثه ولا لا. فانا هقول له بمنتهى الهدوء يا دكتور هنبص على اول فورمولا عندنا. هل ينفع تتبسط؟ يعني ايه؟ يعني الارقام اللي انت شايفها دي ينفع اقول ديفايد رقم بحيث يتبسطوا؟ ديفايد 2 فيبقى C2 اوفر 2 تطلع C1. H4 اوفر 2 4 اوفر 2 فيها ال 2. 2 اوفر 2 فيها الايه؟ ال 1. اذا دي اتبسطت يبقى هي دي الامبيريكال فورمولا، يبقى دي كده نسميها الامبيريكال. طب واللي فوق دي تبقى ايه؟ موليكيولار. يبقى دي الموليكيولار فورمولا. جميل جميل. طب يبقى ده ايه بقى؟ بص دي عرفتك التايبز بتاعت الاليمنت والنمبر بتاعهم وكمان الايه؟ التايب اوف ايه او الكايند اوف بوندنج. يبقى دي هي الاستراكشرال. يبقى دي الاستراكشرال فورمولا. بس كده. ده كده اول سؤال. طب السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ if you know that upon complete combustion. يعني ايه complete combustion؟ يعني احتراق تام. ومعنى كلمه احتراق تام يعني احنا بنفاعل مع الاكسجين. خلاص. فهيقول لك ايه؟ لهاف مول من هيدروكربون. يعني ايه هاف مول؟ يعني نص مول. نص مول لمين يا مستر؟ لهيدروكربون. طيب ما هو الهيدروكربون؟ يعني كيميكال كومباوند اورجانيك بيكون من كربون وهيدروجين. بس في حاجه ايه هي؟ ان الكربون انا لسه ما اعرفش عدد مولاته ايه، والهيدروجين انا برضو ما اعرفش عدد مولاته ايه. فاهم؟ احنا ايه؟ مش هو هتلاقيه بيسال على الامبيريكال او الموليكيولار، اهو بيسالك على الامبيريكال. فاحنا المفروض نستنتج الايه؟ الاكس والواي دول ايه. جميل جدا. فبيقول لك قد كده لتر من الكربون دايوكسيد جاز. بص بقى، انا قلت لك قبل كده يا دكتور اي اورجانيك كومباوند نعمل له كومبليت كومباشن او بيرنينج ينتج حاجتين: كربون دايوكسيد ووتر فيبر. طب الكربون دايوكسيد اداني ليه فوليوم بالايه؟ بالليتر. طب والووتر فيبر اداني ليه ايه يا مستر؟ اداني ليه ماس يا دكتور بالجرام. اداني ليه ماس بالجرام. بس خد بالك ان الفوليوم بتاع الغاز قال لي في الار تي بي دي في غايه الاهميه. ليه؟ معناها ان انت هتشتغل الفوليوم ب 24 لتر في النورمال مش ب 22.4. فسهله. طب نعمل ايه؟ نصلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. بص تعالى نكتب الايكويشن. ادي يا دكتور عندنا سي اكس اتش واي كومبليت كومباشن بفعله مع الاكسجين هيديني كربون دايوكسيد وهيديني ووتر فيبر. حصل؟ قول لي حصل. طيب ايه اللقطه؟ اللقطه دلوقتي ان كل اللي انا اعرفه اداني للكربون دايوكسيد 24 لتر، يبقى هو اداني ليه فوليوم، يبقى انا هشتغل الكربون دايوكسيد فوليوم. واداني للووتر قال لي 18 جرام، يبقى انا هشتغلها يا مستر ماس، والماس بتاعتها ب 18 جرام. دي المعلومات اللي عندي. طب انت عايز ايه؟ انا عايز امبيريكال. طب احنا ازاي كنا بنحسب الامبيريكال؟ قلت لك بتكتب الاليمنت وبعد كده تعمل الماس والمولر ماس، صح كده؟ والنمبر اوف مول. هو ليه خطوه الماس والمولر ماس؟ عشان اوصل للنمبر اوف مول. يبقى انا الهدف كله في حل المساله عايز اجيب النمبر اوف المولز بتاع الكربون والهيدروجين. طب نجيبهم ازاي؟ اهو هنجيبهم بدلالات الارقام اللي ادهني هنا. ازاي يا مستر؟ اقول لك تعالى بقى. اول حاجه اكتب الكربون دايوكسيد. يا كربون يا دايوكسيد. نعم يا مستر. ممكن تقول لي يا جميل انت في النورمال في كام مول من الكربون؟ هيقول لي كربونه واحده. حلو قوي. طب هو انت يا كربون دايوكسيد داخل ايه في المساله؟ فوليوم. طب ما هو الفوليوم في الار تي بي في النورمال ب 24. كل 24 الكربون انا عايز اجيب له عدد مولات، يبقى هشتغله مول. فيهم كام مول؟ واحده بس. طب ما هو مديني اصلا ايه؟ 24. يبقى 24 فيهم قد ايه؟ 1 في 24 اوفر 24 يطلع ب 1 مول بس كده. يبقى الكربون 1 مول، يبقى هو عباره عن سي. يعني سي ديت الاكس ب 1. طب يلا نفس اللقطه اللي عملناها نشتغلها مع الوتر فيبر. تعالى يا وتر يا فيبر. نعم. انت عندك كام اتشاي؟ انا عندي 2 يا مستر. ماشي. يعني احنا هنشتغلها ماس صح؟ هنا بقى المفروض يديك الاتوميك ماسز، يقول لك على فكره الكربونه الواحده ب 12، الهيدروجين ب 1، والاكسجين ب 16، عشان لو احتجتهم يعني. واحنا هنحتاجهم اهو. ليه؟ بص هقول 1 ملتبلاي 2 ب 2 بلس 16 18. كل 18 جرام في النورمال فيهم كام مول؟ 2.
طب الايتين يبقى فيهم كام مول؟ برضه هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا 2 مول. يعني 2 مول يا مستر؟ يعني الاتش 2 يبقى سي اتش 2. بس خد بالك ايه، ركز يا مستر. قال لك ايه؟ قال لك هاف مول من الهيدروكربون. يعني هل 1 مول؟ لا، نص مول. يبقى النص مول في ايه بقى؟ ركز، في سي اتش، سي اللي هي نشيل دي ودي هنقول كده سي 1. ال1 مش بنكتبه، اتش 2. ده النص مول. حلو حلو. وهو عايز الامبيريكال. طب ما انا عشان اجيب الامبيريكال لازم اجيب الموليكولر. هي كده كده هتطلع سي اتش 2، بس انا هنمشي خطوه خطوه. طب نجيب بقى الموليكولر ازاي يا مستر؟ لازم تخلي لي دي 1 مول، عايزها في 1 مول. فانت هتضرب الايكويشن كلها في 2. 2 اوفر 2 بقى فيها ال1، وهنا يبقى 2، وهنا يبقى كام؟ 2، وهنا يبقى 2. بس كده. لذلك بص بقى يا عزيزي ايه يا مستر، احنا ضربنا كده كله في 2، صح صح. بص، 2 في 1 بكام؟ ب 2، يبقى هو سي 2. طب و2 في 2 بكام؟ ب 4، يبقى اتش 4. يبقى سي 2 اتش 4. هي دي الموليكولار فورمولا. هي دي يا مستر الموليكولار فورمولا. حلو. طب الموليكولار فورمولا ديت احنا عايزين لها ايه؟ خلاص هو عايز موليكولار؟ لا، عايز امبيريكال. طب ما الامبيريكال نول اوفر كام؟ اوفر 2. ال2 تروح مع ال2 يبقى سي، وال4 تروح مع 2 يبقى اتش 2. هي دي الايه؟ هي دي الامبيريكال. وكده كده احنا كنا جبناها من الاول اصلا، لان اللي احنا عملناه ده بنحسب امبيريكال. فهو اصلا كان المفروض نقف لحد هنا. خلاص، بس عشان قال لك في نص مول، فانت هتشوف ال1 مول فيه قد ايه عشان تبقى جبت الموليكولار كامله. فهمنا اللعبه؟ واضح، لان الموليكولار في ال1 مول. طيب يلا يا عم نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه؟ calculate الامبيريكال فورمولا ل1 اوف النيتروجين اوكسايدز. يعني ايه نيتروجين اوكسايدز؟ يعني نيتروجين ومع اكسجين، هو ده النيتروجين اوكسايد. وهو عايز امبيريكال. حاضر. مدينا ايه؟ مدينا الماس ذات اماس اوف قد كده جرام اوف ات. يعني ايه؟ النيتروجين اوكسايد ككيميكال كومباوند الماس بتاعته كلها على بعضها بقد كده جرام. فاداني الايه؟ الجرامز بتاعت الكيميكال كومباوند. بيقول لي كونتين قد كده جرام من النيتروجين. هقول له طيب انا عشان اجيب امبيريكال، المستر قال لي اعمل ماس، مولر ماس، نمبر اوف مول، امبيريكال فورميولا. طب الماس النيتروجين اداهوني بس بكام؟ قال لي 4.68. هل اداك الماس بتاعت الاكسجين؟ اه. ازاي؟ شفت ال 15 ديت؟ اه. دي ماس الاثنين، الN بلس الاو، ايكوال 15.369. طب ما هو النيتروجين غششها لك اهو، قال لك ب 4.68 بلس الاو ايكوال 15.36. يعني من الاخر ودي ده بعكس الاشاره. فانت هتجيب الماس بتاعت الكومباوند كله 15.369، شيل منها 4.68. ها طلعوا بكام؟ ب 10.6 اهو. نكتب بقى 10.689. كده انا معايا الماس. طب مولر ماس النيتروجين المفروض برضو يديها لي، بس جل من لا يسوى، عادي احنا بشر. ادي 14 وادي الاكسجين 16. بس الحاجات دي هتخليك تحفظها بسرعه، فايتس اوكي. حضرتك هتيجي هنا هتقسم على ال 14، وتيجي هنا تعمل ديفايد 16. بس كده. تعال نشوف الارقام بقى. فهنقول 10 اللي هو الانس بقى 10 مش عارف كام اوفر 16. كام يا هندسه؟ طلع هنا الرقم 0.66. خلاص، لان دي اهم خطوه. طب 4.68 اوفر 14 طلع بكام يا عم؟ ب 0.33. مين اصغر رقم؟ 0.33. ها 0.33. دول ب1 ودول هيطلعوا بكام؟ ب2. يبقى النيتروجين واحده والاكسجين كام يا مستر؟ 2. يبقى NO2. هي دي كده الامبريكال فورمولا. خلاص معلش بقى الدنيا زحمه وانا مش عارف انقل على الايه، على الوايت بورد. طيب تعالى يلا نشوف اللي بعده. ركز معايا. ماشي يا مستر. بيقول لك ايه يا عزيزي؟ بيقول لك ايونيك كومباوند كونتين قد كده صوديوم وقد كده سلفر وقد كده ايه؟ اكسجين. يبقى بص انا معايا صوديوم، معايا سلفر، معايا اكسجين. باي ماسز، فهو مديني دي ماسز، ماس برسنتج يعني. فانا هعمل ايه؟ هقول له كده ماس، مولر ماس، نمبر اوف مول. الماس بتاعت الصوديوم بكام؟ ب 29.08، والسلفر 40.56. بص اول ما اديك الماس برسنتج لازم تعمل الكلام ده. مش هتعرف تحل اي حاجه وعايزها لما اجيب الامبيريكال، فاهم؟ فانت كده كده لازم اوتوماتيك هتشتغل الشغل اللي انا بعمله ده. طب المولر ماس، المولر ماس للصوديوم بكام؟ ب 23. المفروض برضو يديها لك على فكره. يعني الصوديوم هو ما ادالكش ولا مولر ماس لحد دلوقتي. الصوديوم ب 23، والسلفر ب 32، والاكسجين ب 16. خلاص، فانت بقى ايه؟ الحاجات دي مع التكرارات هتلاقيك حفظت منهم كتير قوي.
فهنا 32 وهنا كام يا مستر؟ 16. يلا يا عم نعمل ايه؟ ماس اوفر مولر ماس ونكتب الارقام. يبقى 29.08 اوفر 23. بسم الله، طلع 1.26. نغير الكلر بقى عشان يبقى ايه الدنيا حلوه. يبقى 1.26 ماشي. اللي بعده 40.56 اوفر 32. 1.26 حلو قوي. 30.36 اوفر 16 طلع 1 بوينت كام؟ هي 30.36 اوفر، هو قالك اكسجين صح؟ 16. طيب 1.89. جميل جدا. الارقام اللي احنا شايفينها دي يا دكاتره مالها يا مستر؟ الارقام دي يا اولاد ما ينفعش يكون فيها فراكشن، لازم تكون انتجر. فمين اصغر رقم؟ 1.26 اوفر 1.26 اوفر 1.26. دول هيطلعوا الصوديوم 1 والسلفر هيطلع 1. انما الاكسجين بقى الرقم ده اوفر 1.66 1.26 اسف، طلع ب 1.5 بالظبط 1.5. ينفع يكون فيه برضه فراكشن؟ لا، عشان اخلص من الهاف دي ال5 هضرب كله في 2. يبقى الصوديوم 2 والسلفر 2 والاكسجين 1.5 ملتبلاي 2 ب 3. فطلع ايه يا مستر؟ طلع Na2S2O3. مش هو ده اللي عايزه. ليه؟ هو بيقول لي وات از ذا فورمولا اوف السلفر كونتيننج اناينز. يعني هو عايز الاناينز، ما هو الصوديوم كاتاين والصوديوم Na2، يبقى الاس 2 او 3 هي الاناين. بص 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 الاس 2 او 3. بس ثواني بقى يا مستر، عشان نشوف دي بنيجاتيف كام. مش انا قلت لك ان الصوديوم دايما دايما، بص تعالى نعملها هنا، الصوديوم دايما ببوزيتيف 1. طب الاس 2 او 3 لو انت مش عارف بنيجاتيف كام، بص هتنزل هنا 1، ال1 ده هيجي هنا، فاهم؟ طيب هي اصلا ايه اس 2 او 3؟ لو انت قلت هنا 1، يعني انا هفترض ان انت مش عارف، فلو كتبت 1 هيطلع ان ايه اس 2 او 3. هل ده حصل؟ لا طبعا. امال ده الصوديوم كان 2، اذا ال2 دي كانت هنا عشان تتزحلق تيجي هنا، فاهم؟ يعني ايه بقى؟ بص انا هقولها لك بطريقه سهله قوي. شفت ال Na2S2O3؟ افصل بوزيتيف نيجاتيف. الاولاني المفروض رقمه مع اللي جنبه. هتقول لي اللي جنبه 3، اقول لك غلط. هل هنا في براكت 2؟ لا. براكت 3 برضو لا، يبقى رقمه ب1. لان دي كلها على بعضها اتوميك جروب اسمها سايوسلفيت. يبقى دي اتوميك جروب اسمها ايه؟ سايوسلفيت. خلاص. طيب التاني رقمه مع اللي جنبه بكام؟ ب2، يبقى نيجاتيف 2 وده بوزيتيف 1. طب بص بص ركز معايا، MgCl2. افصل بوزيتيف نيجاتيف. الاولاني رقمه مع اللي جنبه يبقى بوزيتيف 2. طب والتاني رقمه مع اللي جنبه في ارقام هنا؟ لا، يبقى نيجاتيف 1. بس كده. طب قال لك بص 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 AlCl3. يلا الاولاني رقمه مع اللي جنبه يبقى 3. طب والتاني رقمه مع اللي جنبه في ارقام هنا في الالومنيوم؟ لا، يبقى نيجاتيف 1. بس كده. فهي بص بص بص. طب Fe2O3. يلا هفصل الاولاني والتاني. الاول رقمه مع اللي جنبه كام؟ 3، يبقى الاول 3. طب والتاني رقمه مع اللي جنبه كام؟ 2، يبقى نيجاتيف 2، وهكذا. يا رب تكون وضحت وخدت بالك منها. معلش بقى على الزحمه دي. خلاص. فهو عايز يعرف، بيقول لك ايه؟ بيقول لك what is the formula of sulfur containing anion in the compound. اهي هي دي. and determining the number of electric charge carried by الاناين. اهو قلنا هتبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. ليه؟ هفصل الاولاني رقمه مع اللي جنبه في ارقام هنا؟ لا، لان الصوديوم دايما بوزيتيف 1. انما الثاني رقمه مع اللي جنبه اهو رقمه كام؟ 2، يبقى نيجاتيف 2. طيب حلو قوي. يلا اللي بعده. بيقول لك الفيثاليك اسيد is an organic compound used in many industries. حلو. such as البلاستيك production انتاج البلاستيك، والداي مانيفاكتشرنج وصناعه الصبغات، and البرفيوم. حلو. ماذا تريد؟ بيقول لي this figure below show the chemical formula of this acid. ماشي وماله. بيقول لي identify. عرف مين يا نجم؟ التايب اوف الكيميكال فورمولا in the following. نوع الكيميكال فورمولا دي structural مما لا يجع مما لا يدع مجال للشك. مش عارف في ايه الحروف طالعه غلط. يلا لعله خير. ماشي، يبقى دي structural formula. جميل. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك write the other possible chemical formulas for the acid based on what you have studied. يعني عايزنا نشوف الموليكولار فورمولا ايه، وهل ليها empirical formula ولا ملهاش.
اقول له على الهادي يا زبادي يلا بينا هعد كربوني الاول يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 كربونات. في كربونات تانية يا عزيزي؟ لا يا مستر لا يوجد كربونات اخرى. اذا خلاص فليكن يبقى سي 8 اتش كام؟ هتقول لي 1 2 3 4 5 6 اتش 6 يا مستر. طب الاكسجين بص هنا واحده والثانيه 2 3 4 يبقى او 4 يا مستر. اللي انا كتبته دي اسمها الموليكيولار فورمولا. طب ايه بقى الامبيريكال بتاعتها؟ الامبيريكال فورمولا هتبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي مستر الامبيريكال فورمولا هنبسط هنا 8 6 4 هل ينفع يتقسموا على ال 3؟ لا. ال 4 برضه لا انما ال 2 ينفع. خلاص يبقى 8 اوفر 2 يبقى سي كام؟ سي 4. طب ال اتش 6 اوفر 2 ب 3. طب ال 4 اوفر 2 ب او 2 يبقى هي دي الامبيريكال للايه؟ للموليكيولار فورمولا. ها فهمنا اللعبه؟ واضح؟ يبقى هي دي كده الايه؟ هي دي كده اللقطه والفكره بتاعت السؤال. عظيم جدا. طيب تعالى يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه يا عزيزي بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. What is the empirical formula and the molecular formula of a hydrocarbon compound with a carbon mass 3 times that of الهيدروجين؟ انا عايز اعرف الامبيريكال فورمولا والموليكيولار فورمولا. بس خد بالك هو نسي يقول لك ان الكربون برضو ب 12 والهيدروجين بكام؟ ب 1. عادي يا دكتور جل من لا يسهو احنا بشر. والله عادي بس هو المفروض تتكتب الصراحه. يعني مش عايزك تزعل ان هي مش مكتوبه. ليه؟ احنا كده كده نقعد نكتبها ونقولها فاهم؟ فانت هتحفظها يعني مش بمزاجك فاهمني؟ ما تزعلش يعني مش عايزك تتضايق. ما تضايقش نفسك يعني مفيش حاجه مستاهله يا عم. اللي بعده بيقول لي انا عايز اعرف الامبيريكال فورمولا. ليه موليكيولار فورمولا مالها؟ الهيدروكربون ان الويز كربون ماس 3 تايمز الايه؟ الهيدروجين ماس. بص ليها اكتر من طريقه للحل. بمعنى هو الكربون مش ب 12؟ بص ادي الكربون وادي الهيدروجين. ركز يا معلم. لو الكربون كان ب 12 فبيقول لي ان ماس الكربون 3 تايمز الهيدروجين 3 مرات الهيدروجين. يعني لو انا قلت 12 اوفر 3 يطلع بكام؟ ب 4. يبقى مثلا الهيدروجين ب 4. ما هو الهيدروجين الواحده بكام؟ مفروض ب 1. 1 ملتبلاي كام؟ يطلع 4. 1 ملتبلاي 4. يعني بص يعني الكربونه كربونه واحده والهيدروجين 4. دي طريقه. دي طريقه طريقه رايقه يعني بتفكر فيها فاهم؟ لا يا مستر انا عايز طريقه تانية. حاضر. هو مش بقول لك ان الماس بتاعت الكربون 3 مرات ماس الهيدروجين؟ هتقول لي طب بقى بص ادي الكربون وادي 3 مرات الهيدروجين اهو. ركز معايا لو سمحت اهو يا مستر. بكام؟ ب 100%. مش احنا قلنا مجموع الماس برسنتج كلهم هنعتبرهم ب 100%؟ هتقول لي دي اللي انا قلت لك عليها. فهتقول ايه؟ بص ركز. انت الكربونه ب3 هيدروجينات حصل ولا ما حصلش؟ تقول لي حصل. طيب يبقى نقول ادي كربون بلس ال 3 اتش ايكوال 100%. يبقى بص بقى مش هما كده مجموعهم 4؟ يبقى ده بكام؟ مجموعهم كام؟ هتقول لي يا مستر كربون 1 و3 يبقوا 4 يبقى نقول اوفر 100. ده معناه ايه؟ معناه ان الهيدروجين الواحده ب 25%. انما الكربون بكام؟ ب 75%. بص ادي الكربون ماس 3 تايمز الهيدروجين. فعارف ده معناه ايه؟ معناه ان احنا نقول كده ادي كربون وادي هيدروجين. الكربون 75 كماس والهيدروجين ب 25. طب الكربون بكام؟ ب 12. طب والهيدروجين بكام؟ ب 1. نقسم 75 اوفر 12 يطلع بكام؟ 75 اوفر 12 طلع 6.25 وده 25. مين اصغر رقم؟ 6.25. يبقى نقسم الطرفين على 6.25 اوفر 6.25. فدول كده يطلعوا ب 1. 25 اوفر الانس طلع بكام؟ ب 4. ب 4. يبقى الكربونه الواحده ب 1 والهيدروجين بكام؟ ب 4 يا مستر. اذا يبقى هي سي اتش 4 اهي طلعت هي بالظبط. وضحت؟ يعني بص هي الفكره فين؟ ان ماس الكربون 3 مرات ماس الهيدروجين. فلو انت فرضت ماس الهيدروجين مثلا ب 10 يبقى ماس الكربون بكام؟ ب 30. طب ما انا عارف ان مجموع الاثنين اصلا المفروض يبقى 100% صح؟ يبقى هنا 1 وهنا 3 فاهمني؟ يبقى مجموعهم كام؟ 4. يبقى انا بص اكني معايا 100% بقسمها على ايه؟ على 4 يطلع ب 25. 25 ده نسبه الهيدروجين. طب الكربون 3 مرات يعني 3 اضعاف. كويشن 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك كالكوليت الامبيريكال فورمولا اوف الايرن اوكسايد. ايرن اوكسايد مديك الايرن هو اداك الاتوميك ماسز هنا كونتيننج قد كده ماس من الايرن من الايرن. طب ما خلاص هقول له كده. بص هقول له ادي الايرن اهو وادي الاوكسايد. هقول ماس
مولر ماس نمبر اوف مول امبيريكال فورمولا. الماس بكام بتاعت الاير؟ 77.78. طب الاكسجين يا مستر ما ادهانيش، عادي بقى، ما هو انت هتقول 100% شيل منهم 77.78. فاهم؟ يبقى انت جبت مثلا الاكسجين بكام؟ ب 22.22. طب مولر ماس ما هو مغششك بقى، ده هنا 16 وهنا ده كام؟ 56. بس اعمل ديفايد الاثنين على بعض. فنقول الاول اوفر 16 عشان دي مكتوبه على الكالكليتور فنستغلها يعني 1.38. وبعد كده نقول 77.78 اوفر 56 طلع 1.38 بس زي بعض بالظبط. اوفر 1.38 اوفر 1.38 لان هو اصغر رقم، هنا 1 وهنا 1، يبقى الايرن مره والاكسجين مره، يبقى اف اي او هي دي الامبريكال. خلاص. تطبيق عادي جدا على اللي احنا ايه، على اللي احنا حلينا زيه. ان اورجانيك كومباوند كونتين من قد كده كربون وهيدروجين وقد كده كمان ايه، كلورين. ماشي. احسب لي الموليكيولار فورمولا بتاعت الكومباوند نوينج ذات اتس مولر ماس. بص بقى، ده المثال الثاني اللي هو بتاع البيراميد اللي احنا اتفقنا عليه. قلنا النمبر اوف الريبيتد يونتس دي الان، وهنا الموليكيولار فورمولا اللي هو عايزها. فانا عشان اجيب الموليكيولار فورمولا محتاج النمبر اوف الريبيتد يونت ملتبلاي الامبيريكال فورمولا. فكان كده عندي المشكله في مين؟ في الان. الان عباره عن المولر ماس اوفر المولر ماس. مولر ماس الكومباوند اللي هو بيديهاني جيفن دايما على مولر ماس الامبيريكال فورمولا اللي انا هجيبها الاول، اللي انا هحسبها. انا هحسب الاول الامبيريكال فورمولا، مش هعرف احل المساله دي الا لما اجيب دي الاول. جبت دي اعرف اجيب الان، جبت الان هعمل ملتبلاي الاثنين في بعض، يبقى انا جبت الموليكيولر. ليه؟ لان هو مديني الرقم اللي فوق ناقص بس الرقم اللي تحت. طب الرقم اللي فوق بكام؟ ب 99. فانا عايز اجيب مولر ماس امبيريكال، هتجيبها ازاي وانت ما تعرفش امبيريكال؟ يلا نجيب امبيريكال يلا. فقال لي كربون، ادي كربون، هيدروجين، اكسجين، ماس مولر ماس امبيريكال فورميولا نمبر اوف مول. ماس الكربون بكام؟ ب 24.24. طب و الهيدروجين ب 4.40. طب والاكسجين 71.78. طب مولر ماس ازاي؟ خلاص. فهنقول له مولر ماس ايه ده، هو مديك سي ال، يبقى ده مش كربون ولا هيدروجين وايه وكلورين، اسف مش اكسجين. انا اللي قلت اكسجين، لا هو كلورين يا معلم. ماشي. ادي سي ال، حلو قوي. يبقى احنا كده معانا الماسز بتاعت مين؟ بتاعت كل اليمنت، لانه قال كلورين، انا اللي قراتها اكسجين. طب المولر ماس بقى، الكربون ب 12 والكلورين ب 35.5 والهيدروجين ب 1. اهم حاجه بس تبقى عارف انت كاتب فين وحاطط الحاجه ازاي. طب يلا هنعمل ايه يا مستر؟ اللي هيحصل كالاتي، نقسم عادي جدا 24.24 اوفر 12 طلع ب 2. طب 4.40 طلع 4.40. خد بالك هنا 2.02 انقلها بقى زي ما هي عشان هنا في فراكشن. طب 71.78 بكام يا مستر؟ 71.78 طلع ب ايه ده اللي انا عملته ده؟ 71.78 اوفر 35.5 ب 2 بوينت اهو 2.02. خلاص هو ده اصغر رقم 2.02. 2.02 2.02. هنا 1 وهنا 1، يبقى ده 1 وده 1، انما دول ب 2، يعني سي وسي اتش 2 سي ال هي دي الامبيريكال. كده احنا جبنا الامبيريكال الحمد لله اهي، سي اتش 2 سي ال. عايزين نجيب الان، ما هو مديني مولر ماس الكومباوند، انا هعمل لها ديفايد على مولر ماس الامبيريكال. طب الامبيريكال الكربونه الواحده ب 12 بلس الهيدروجين 1 ملتبلاي 2 ب 2 بلس 35.5. فنقول كده 35.5 بلس 2 بلس 12 كام يا مستر؟ طلع 49.5. 99 اوفر الانس يطلع ب 2، طلع انتجر، افرح انت شغال صح. يبقى 2 ملتبلاي الرقم ده، بص 2 ملتبلاي سي يطلع ايه بقى؟ سي 2. طب 2 ملتبلاي 2 يطلع اتش 4. طب 2 ملتبلاي 1 يطلع سي ال 2. بس كده يا معلم. يبقى سي 2 اتش 4 سي ال 2 هي دي الايه؟ الموليكيولار فورمولا. طب عايز تتاكد ان انت مظبوط وزي الفل، احسب المولر ماس دي هتطلع 99 اهو هي دي. احسب دي كده مولر ماس هتطلع 99. طيب وات از ذا موليكيولار فورمولا للهيدروجين؟ جيفن طبعا الهيدروجين انا عارف اللي هو Na2H4 ماشي. فهو بقى الفكره فين؟ هو الفكره ان هو بيقول لك انت عايز، هو عايزك تجيب الموليكيولار فورمولا دي.
طب انت عشان تجيب الموليكيولار فورمولا دي فقال لك للامبريكال فورميولا NH2 اهو بيغششك اند اتس مولر ماس مديها لك اهي، نفس فكره السؤال اللي فات. انا عايز اجيب الموليكيولار وهو اداني الامبريكال على طول، فانت ما تضيعش وقت، احسب لها مولر ماس على طول. فهمسك دي الان الواحده في 14 كتبها لك هنا اهي، والاتش ب 1. خلاص يبقى 14 بلس 1 ملتبلاي 2 بكام؟ يبقوا 16. فحضرتك تاخد المولر ماس اللي هو مديها لك اهي دي، هتقول اوفر مولر ماس الامبيريكال 16، 32 اوفر 16 يطلع ب 2، طلع ب 2. يبقى يا مستر النمبر اوف ريبيتد يونت ب 2، فهنقول له كده 2 ملتبلاي ال ان اتش 2، 2 ملتبلاي 1 يبقى ان 2، 2 ملتبلاي 2 يبقى اتش 4 اهي. هو ده الهيدروجين. طيب الكويشن اللي بعده بيقول لك ايه؟ if you know that ان الفورمولا C4H10 can be represented to different compounds. يعني C4H10 دي ممكن تكون 2 كومباوند فعلا. خلاص، فهو بيقول لك ايه بقى؟ بيوتين والايزوبيوتين. طيب what the type of الكيميكال formula can distinguish between these two compounds؟ بص، طالما الاثنين نفس الموليكيولار فورمولا ما عندكش غير الاستراكشرال بس هي اللي تميز ما بين الاثنين، والكلام ده هنعرفه ان شاء الله في ثالثه ثانوي. بس قبل ثالثه ثانوي ما انت عارف ان الامبيريكال فورمولا للاثنين هتبقى حاجه واحده، هنقسم اوفر 2 يبقى سي 2 اتش 5، فالامبيريكال للاثنين حاجه واحده، وهو بيقول لك ايه؟ ديستنجوش. فانت بالاستبعاد حتى لو انت مش عارف تحل، لو جيت تجرب الامبيريكال هتلاقيها باظت معاك مش نافعه. فاذا ما عندكش غير مين؟ استراكشرال، فانت تروح تقول له ايه؟ الاستراكشرال بس كده. اللي بعده which of the following compound has molecular formulas that match its empirical formula؟ يعني عايز يعرف مين اللي الموليكولار هي الامبيريكال. هتختار اختيار ما ينفعش تعمل له ديفايدنج على رقم معين، فهيفضل هو. ليه؟ شفت ده اوفر 6 فيبقى الامبيريكال سي اتش مش نافع. طب ده عباره عن سي اتش 2 او ده ما ينفعش تبسطه يبقى هي دي. طب ده اوفر 2 يطلع سي اتش. طب ده اوفر 2 هيطلع سي اتش او 2 فبرضه ليه امبيريكال. فهمتني؟ يبقى الاجابه ايه يا دكتور؟ هتقول يا مستر يبقى هي دي كده الرايت تشويس. حلو. اللي بعده بيقول لك chemical analysis has shown that a chemical compound consists of 40% element A و 12 element B by mass. عايز يعرف الموليكيولار فورمولا بتاع الكومباوند. هو بس فكره السؤال فين؟ هقول لك انا. اولا تحس ان في حاجه ناقصه في السؤال، بس مش حاجه ناقصه ولا حاجه. ليه؟ عندك مولر ماسز لثلاثه element، هو ادالك A وادالك B ما ادالكش التاني C. حتى لو ما خدتش بالك من هنا فهتيجي تبص في الاختيارات هتلاقي فيه سي، فانت هتضيف سي، يعني مش كيمياء يعني، فاهم؟ طب الماس ايه؟ لا ما تقوليش هي كيمياء، مش كيمياء يا حبيبي. الماس ايه هنا؟ هتقول لي يا مستر الاي ب 12 صح؟ ولا الاي بكام؟ ده الاي ب 40 اسف. الاي هو اللي ب 40 اهو 40 تمام، يبقى هنا 40 هنا 12. طب انا عايز اجيب السي، مش مجموع الثلاثه ب 100؟ اقول 100 شيل منهم ال 12 شيل منهم ال 40 طلعوا كام؟ يطلع 48. خلاص. طب المولر ماسز ما هو مديها لك اهو، الاولاني 40 الثاني 12 الثالث 16. هنا 1 هنا 1 48 اوفر 16 طلع ب 3، يعني ايه بي سي 3 بس يا معلم. فين بقى مستر اي بي سي 3؟ هي دي. وبكده يا عزيزي نكون خلصنا حل التقييم التالي. يلا ربنا يوفقكم، موفقين دايما ان شاء الله. ينزل لك اللي بعده على طول بحيث يبقى انت تقييماتك جاهزه ومستعد ان شاء الله للاختبارات بتاعت المدرسه. موفقين دايما. سلام عليكم.